النهارده حلقه جديده من البودكاست الاقرب الى قلبي كاتشانا. معايا ومعاكم النهارده يا جماعه اصحابي وحبايبي فريد وعمار. النهارده مش حلقه عاديه، النهارده حلقه هنتكلم وهنلخص كل الاحداث اللي بتحصل في عالم كره القدم، الاهلي والزمالك، برشلونه، ريال مدريد، وطبعا الدوري الاقوى في العالم البريمير ليج. بس خلونا نبدا دلوقتي بالاهلي. الاهلي بدأ لعب 3 ماتشات، اتعادل في اول ماتش 2-2، بعد كده كسب 4-1 وشفنا متعة جامدة جدا مع الصفقات الجديدة. اخر ماتش كانت نكسة، تعادلنا 0-0 في اقوى استاد في مصر، هو استاد غزل المحلة، بعد لما ضيعنا كور كتير جدا. فسؤالي لاخواتي فريد وعمار، اول حاجه انت وحشتني. وانت قوي انت وحشتوني. عاملين ايه الاخبار؟ كله زي الفل. السؤال المهم جدا قبل ادينا. السؤال احنا مش متفقين نلبس اسود ده يا جماعه ده كل ده صدفه عادي. يعني عشان بس طلعت كايروكي دي الناس هتمسكنا فيها تريقه اسود للصبح. بند في عادي، اسود، مفيش مشكلة يعني. جوني كاش. بالظبط. لا بس في سؤال محيرني انا قبل ما ندخل ونتعرف على بعض ونتكلم، طبعا انتوا وحشني جدا، وانت كمان بس في حاجه عن الاهلي مش حاسسها. هل الاهلي مع ريفيرو محتاج نعيد النظر تاني للمدرب ده، ولا الدوري لسه طويل ولسه بدري ولسه الموسم في اوله وبنضيع كور ممكن الماتشات اللي جايه نجيبها نبتدي عادي؟ ونلخص. خش يا صاحبي. ريفيرو لا يصلح مدرب للاهلي من بدايه لو قبل كان ما قال نبتدي اي كلمه كلام. غير دي كنت لا هقول يصلح له لا بص يدرب نتكلم الاهلي. الاول بعدين، بس يعني هو اصل اقول لك على حاجه، لو جاي نتكلم والله يا جدعان انا مش متسرع، مش حكم بدري، مش اي حاجه. ريفيرو لحد دلوقتي لعب 7 ماتشات رسميه مع الاهلي، قلنا منهم 3 ولا حاجه في كاس عالم الانديه، وكنا لسه وما خدش بري سيزون وبتاع. بس احنا دلوقتي فرق مستويات كبير قوي. انت كنت بتلعب كاس عالم الانديه، فكنت بتلعب بالميراس وبتلعب بورتو وبتلعب انتر ميامي، وخايف من الفرق دي وبتاع، ومهزوز وبرضه بطوله غريبه وبره ارضك. انما انت جيت للدوري المصري، مع احترامي الكامل للدوري المصري، بس انت السكواد اللي معاك ده انت تاخذه بيه الدوري المصري عادي. تمام، يعني انت المفروض الدكه عندك تنزل انت كنت بتاخد الدوري بالدكه اللي انت مش مقتنع بيها، اللي احنا التبديلات اللي احنا مش مقتنعين بيها فانا اصلا. دلوقتي اما اجي اتفرج، انا بالنسبه لي المقياس او ليه بقول الراي ده، اللي اتفرج على ماتش غزل المحله دي كارثه. انت بتلعب المحله، اولا الاهلي طول عمره عنده مشكله مع ارض المحله، يعني انت طول عمرك بتروح تلعب المحله، في المحله دي بتبقى فيه يعني بتبقى سيناريو بشع، بيبقى ماتش ممل، يعني اجلي فوتبول. هتتفرج النهارده على اجلي فوتبول. فانت دلوقتي جيت تتفرج على الماتش، ضيعنا فرص الشوط الاول في كذا، بس هي فرص مبنيه على ايه؟ مبنيه على فرديات، مفيش جمله متفق عليها. اولا اغلب الماتش بتلعب عرضيات مش مفهومه، وسام مشي، احنا معناش وسام عشان اللي يطلع يلعب بدماغه، فانت بتلعب عرضيات مش مفهومه. وجراديشار مش دوره التسعه الصريحه، جراديشار بينزل ويفتح لعب ويلعب الفرقه كلها وبيضغط ضغط عالي، فانت عندك الخطوره من العمق. طب فريد، هل الاهلي يفتقد للمسه الاخيره؟ مليار في المية. بس مليار في اللمسه المية. الاخيره وانا جايب بس مفيش جمله بمليار جنيه يا جماعه. يعني انا فرقه فيها تريزيجيه، زيزو، بن شرقي، محمد شريف، جراديشار، محمد بن رمضان، وامام لما يرجع. ومع كامل احترامي يعني زي ما فريق كان بيقول كده، الدوري المصري مع كامل احترامي، بس هو الدكه كانت بتكسب الدوري المصري. انا بدافع يعني عن ريبيرو في حاجه بصراحه. ماشي. انا دلوقتي العمار انا بدافع عنه بصراحه، انا بدافع عنه. بص انتوا الاثنين انت بتقولي لا يصلح، انا بدافع عنه. بدافع عنه ان في ماتش زي اخر ماتش ده، هي اللعيبه مضيعه فوق ال10 اهداف. ماشي، كلام جميل. فدي مش مشكلته، هو راجل مش هيجي من بره الملعب يجيب جون بنفسه، يعني العارضه 3 كور في العارضه. خلينا متفقين واحده واحده كده. مبدئيا ماتش، انا لو هنبدا من ماتش امبارح، ويا سيدي هقول لك انه اول ماتشين في الدوري ماتش تعادل، وحتى لو بكل الاخطاء اللي فيه، وماتش التاني كسب، ما قدمش اداء الواو، لان يعني فاركو برضو ما هواش الفرقه يعني اللي يتقال انها ممكن بتعمل شويه ازعاجات للاهلي. بس ماتش المحله انت رايح مفروض يعني ان معاه مساعدين ومعاه مساعد مدرب ومعاه جهاز اداري مصري عارف كل الكلام ده. ماتش المحله في المحله ده بيبقى ماتش فاينل افريقيا، يعني انت ممكن تكسب فاينل افريقيا في جنوب افريقيا وما تعرفش تحسوا ان هي كونفدراليه. لا بس خلينا نتفق على حاجه يا جماعه، شافوه للكابتن علاء عبد العال عامل 4 ماتشات، ده ريكورد تاريخي 4 ماتشات ما بيجيبش جوان وما بيدخلش فيه جوان. بس انا بالنسبه لي، وعلى فكره الناس كتير قوي بتقول لك ايه الكوره الممله دي، على فكره انا بالنسبه لي ده راجل واعي وعارف قدرات فرقته وعارف ان هو امكانياته محدوده، بيلعب على قد امكانياته. لا كابتن علاء عبد العال مشهور بان هو بيلعب ب 11 لعيب، والدكه مستعده تنزل تقف ورا، وهو نفسه مستعد بالاداريين ينزلوا يلعبوا معاهم ورا. هم فرقه عندها القدره الاستعداديه ان انا اعيش لك السنه كلها ورا، وهو كده كل حاجه. طب يا جماعه عندي حاجه بقى، الصفقات الجديده الجامده جدا، نجوم الاهلي ماشي. انا بصراحه اتمتعت في ال4-1. بن شرقي يعملها كده لزيزو،
زيزو يجيبها جون، ماشي. بعد كده بن رمضان مش عارف يعملها ازاي. ماشي، يا جماعه ما دي- ممكن ما دي ممكن هنا فرديات. ممكن هنا اشرح لك بقى حاجه ان انا ليه مقتنع ان روبيرو لا يصلح. اولا انت دلوقتي عندك خطورتك بقت في ايه، في قلب الملعب شويه، معاك اطراف كويسه بس انت مش بتستغل الاطراف، انت بتطلع الباك رايت والباك ليفت يعملوا الاوفرات اللي محدش فاهمها، اللي انا مش فاهم هي راحه ده لمين. اصلا انت معكش باك فانت ليفت دلوقتي صريح، ها؟ اما جيت تتفرج على ماتش فاركو ايه اللي عجبك؟ اللي جوان كانت عامله ازاي؟ زيزو بياخد الكرة من قلب الملعب، بيلعب على بن رمضان بالمهاره الفرديه بيلف باللعيبه يلعبها تاني لزيزو، زيزو دخل حطها بدماغه فظيع. ده استلم كرة حسيته الاجوان الدورة كانت كلها الرمضانية. اغلبها ان انا بديها من العمق، فاهم؟ مظبوط. خطورتي هنا. فجيت الماتش اللي بعده ولا عملت اي حاجه من دي. تاني حاجه ليه بنتقد روبيرو؟ هو اللي انا اعرفه الى حد ما معلوماتي يعني ان اي فرقه في العالم خط دفاع ده الحاجه الوحيده اللي بنقلل فيها الروتيشن شويه، تمام؟ ليه؟ لان ده المفروض اكتر خط يكون ثابت وعنده تناغم مع بعض وباني رتم. انت الثلاث ماتشات بتلعب بثلاث 100% تشكيلات 100%. مختلفه، بس غير مره المتعة. بشكري، مره بكريم فؤاد، مره ما هو عشان بياسين مش مرعي. مقتنع. بيجرب ما هو عشان لسه مش كل مقتنع. ده. ماشي، طب ما انت عنديش مانع بص، ان انت تجرب. ماشي جرب، بس ما تجربش بالشكل ده رقم واحد. رقم اتنين، ده معناه انه مش مقتنع. 100%. طب انت مش مقتنع، ما تكلمش ليه مع الاداره وانت كان عندك فتره ما بين كاس عالم الانديه اللي انت شفت فيها الفرقه وبين ما الدوري يبدا. ده اول حاجه. تاني حاجه، وانا معايا النجوم دي كلها استغليت منهم ايه؟ هل انا خليت زيزو يطلع نار من بقه زي ما كان بيطلع مع الزمالك؟ طب هل انا استفدت من بن شرقي وانا عارف امكانيات بن شرقي، عارف انه ما بيدافعش، طب اخد منه التلت الاخراني بلاش؟ طب انت رحت جبت كل الناس اللي في الهجوم دي وما رحتش جبت باك شمال؟ باك شمال ولا باك ويعني ليفت. جماهير الاهلي كانت بتهلل قبل ما الموسم 100%. الانتقالات يخلص، يا جماعه عايزين باك شمال. نزل بمحمد شكري اول ماتش ما اقتنعش ما بيه، اقتنعش طلعه بيه. بين الشوطين، وبعد كده بيلعب بكريم فؤاد. مع كامل احترامي وده في لكريم نفس فؤاد وده في نفس كويس، الوقت بس ما ظلم يكملش. للشكري. ظلم ده لشكري ظلم- طبعاً. ظلم شكري لكل إن أنا اللاعبين إن هو هحكم ينزل. عليك من الماتش، ما مش أنا هحكم. مش شوط. مستني هو ما أمير كان ما اداله لحقش شوط. يكمل الماتش بس حتى. بس هاخد منك حته الكابتن الكبير طبعا علاء عبد العال. علاء عبد العال مدرب منظم جدا، حلو. ماشي. فرقه فاركو زي ما كنت بقول من شويه الاهلي كسب 4-1 ومتعني، بس فاركو مش منظمه قوي. فهل ريبيرو بدا يتكشف فنيا قدام الفرق المنظمه وبتلعب كوره كويس وبتطلع من تحت لفوق بطريقه هو كويسه؟ مكشوف فنيا. بص مش بص. بدأ يتكشف، لا لا، هو بص، هو مكشوف. بمنتهى البساطه اي انت فرقه، ضده خالص. اي فرقه باصي مبدأه فريق باصي على مش قوي. الارض. لا لا ايه لا، باصي بص على الارض. بص اي فرقه هتروح تلعب الاهلي سواء كان في هنا في القاهره او في ملعبها، بعيدا عن اهلي، بعيدا عن الزمالك، بيراميدز، يعني ممكن نقول شويه المصري، اي فرقه تانية هتلعب الاهلي هتروح تقفل تحط ال11 في نص ملعبها وتستنى يلا تعالى بقى 100%. مرتده مش مرتده، تمام. بس طيب انت عارف ده وانت جاي على ده، طب فين بقى امكانياتك انت كمدرب انك تستغل اللعيبه اللي معاك؟ يا جماعه احنا طالبين من مدرب كل السي في بتاعه عباره عن 4 سنين تدريب، سنتين في فنلندا وسنتين في جنوب افريقيا. ومش بيضحك. اورلاندو بايرتس. ما تمام؟ بيضحكش هو خالص. بالظبط. لا سيبك كده، هو مدرب، هو مدرب مش فيرست تيم فكك. بالنسبه لي. انت جايبه تمسكه اتقل فرقه في افريقيا، والفرقه اللي المفروض انها تاخد دوري ابطال افريقيا كل سنه عادي. يعني الاهلي بينزل كل سنه انا هنافس، ده الطبيعي. مش سنه طب السنه دي اصل احنا مش جاهزين، لا انا كل سنه نازل انافس على افريقيا. 100%. طب يا جماعه هو ده الراجل مش امكانياته، هو امكانياته نص جدول. ودي بقى المصري مع كامل احترام المصري، ودي الاتحاد، على ودي فكره أيا كان. لا، بس المصري مصري- دلوقتي التاني على الدوري. المصري مكسر لا المصري لا التاني على الدوري. ولسه لا، جاي المصري لكم مكسر دلوقتي. الدنيا. بس عندي سؤال بقى يثير الجدل. آه. فريد عمار وهتجاوبه. يلا. قاعد انا بقول للنجوم بتوع الاهلي والصفقات الجامده والصفقات التقيله والمليارات اللي اتصرفت، مين الصفقات الجديده اللي جات الاهلي حاسين ان هي بدات تفشل بدري او مش بس- متنبئين؟ تريزيجيه. بس برافو عليك، بس خلاص هو واحد بس. مع احترامي يا معاك. جدعان انا من عشاق تريزيجيه، لان أنا الراجل ده كنت شايف ان هو بيشيل منتخب مصر على كتفه مع محمد صلاح، وكان بيبقى اندر ريتد، كان دايما بيبقى جندي مجهول كده مع المنتخب، ان بيبذل انت مجهود أكتر من صلاح دايما يعني. هو بيحط مجهود اكتر، متفق واللي معاه بياخد تريزيجيه. الكادر في الاخر تريزيجيه 100%. صلاح. تريزيجيه مجالنا مستحيل تكون جاي لي من بره، مستحيل تكون جاي لي من لا بره مش ده اللعيب اللي اروح ادفع فيه 500 مليون خالص. و... مع احترامي وأخليه الكامل هو يعني. الاساسي. مش عايز اقول ان هو جاي بيتمنظر على الاهلي، بس هو ما حدش جاي يقول لي ليه؟ ما بيلعبش أنا على ابني. عدلته. عايزين تعرفوا انا شايف مين؟ أوه. ها فاجئني. بن شرقي. ليه بقى؟ بن شرقي شفت له مش هو اللي ظالم نفسه، الاهلي ماشي. هو اللي ظالمه او المدرب هو اللي ظالمه. بن شرقي لما شفت له امبارح وانا بتفرج على الماتش بتاع الاهلي وغزل المحله لما طلع وقعد على الدكه في الدقيقه 60 او 65، ومع انه كان عامل ماتش كويس قوي والماتشات دي بتبقى عايزه حلول فرديه، يعني كان فعلا بيقدم كده وكان ممكن يخلص في الاخر. ماشي. حسيت ان هو مهزوم كده، هو قاعد بره ما مالوش ظهر، مظلوم. بص هو كده حاسس ان هو بدا يقلل من نفسه، مش عارف ليه. بص ريبيرو يعني انا الله اعلم محدش يعرف طبعا، بس انا حاسس كده ان ريبيرو بيرمي ودنه للاداره كتير.
يعني في الاول ما كانش بيلعب ديانج بديانج خلاص. ما كنتش مقتنع بن ديانج الاداره قالت لا بقول لك ايه عايزين نجدد لديانج، ده فاضل سنه في عقده، لعب ديانج حاضر هلاعب ديانج، وديانج نزل كده كده كسر الدنيا. اصلا فكره ان مدرب بيقعد ديانج دكه ده محتاج يتحاكم. دي الف ب عليها يعني مساءلات ده كده. محتاج يتحاكم. مساءلات نفس مليار الكلام في في بن المية. شرقي، هو ما كانش مقتنع بن شرقي لعب ايه في كاس العالم للانديه، يعني لعب قد ايه طب وكان بينزل يكسر ردكم الدنيا. ايه على السؤال على التصريح ده؟ لسه شايف تصريح حصري من احمد حسام ميدو. ماشي. اتسأل سؤال مين اكتر لعيب اوفر ريتد في الدوري المصري، قال لك ديانج. قال لك ديانج ولا تعرف تلعبه رقم 6 ولا تعرف تلعبه رقم 8. طيب بص انا بحب ميدو والله بحبه قوي يعني والله انا عايز رد لا، على أسطورة على وعظيم التصريح. وكل حاجة. بس كابتن ميدو ليه شطحات كده عادي، هو في الاول وفي الاخر اراء كرويه نختلف او نتفق عليها مفيش مشكله. فريد. بس ديانج لعيب مش اوفر هتكلم. ريتد؟ لا يعني لا مع طب احترام- قول لي 6 في مصر بيعرف يعمل اللي ديانج مع بيعمل، احترامنا نص اللي ديانج الكامل، مع بيعمله. احترامنا الكامل لكابتن ميدو طبعا، بس انا يعني ديانج ما بيعرفش يلعب كوره. مين 6 في مصر؟ بالظبط. يعني هنا الرؤيه مفتوحه. طب تردوا ما هو عليه. لو قال لي دونجا هتبقى كده احنا بنخش في كوارث وبنخش انا بقول لك كده هنبقى احنا بنخش في حتت ما فيهاش كوره. طب لو هسأل عمار وفريد ماشي. دلوقتي مين اكتر لعيب اوفر ريتد شايفينه في الاهلي وفي الزمالك في قطبين الكره المصريه؟ طب ما تسيبك انت من عمار وفريد وتديني انت الاجابه دي. اتفضل. انت قول لي مين اكتر لعيب اوفر اتفضل ريتد. اسأل. لا اهو قول لي يا كده خالد يا بتسأل. محفوظ، مين اكتر لعيب اوفر ريتد في مصر؟ اوفر ريتد في مصر؟ ممكن نخليها في الاهلي شويه حد اوفر ريتد، الفرقه ماشي. بتعتمد اديني عليه واحد هنا جامد وواحد قوي. هنا. تمام، في الاهلي الفرقه بتعتمد عليه قوي قوي قوي. انا حاسس بصراحه محمد هاني في الاهلي لعيب مستمر لعيب ناشئ، وكونسيستنت. لعيب ناشئ ماشي. داخل على 30 سنه ماشي. يعني حاسس ان احنا لسه ممكن مستوى قدام نجدد. يعني طبيعي. انا بحب محمد هاني جدا جدا، بس حاسس ان احنا ممكن بقى نجدد نشوف باك رايت جديد بيلعب بطريقه زي عاجبني ان هو طريقته شيك. قال لك حاسس ان احنا ممكن او احنا لازم نجدد. يعني. مع احترامنا الكامل احنا لازم نجدد. كفايه كده مش كفاية هنعيش محمد على هاني. السيرة دي عايز خلاص. في الزمالك. كفاية. في الزمالك اكتر لعيب اوفر ريتد وهو اللي خلى نفسه اوفر ريتد عشان بيعمل تصريحات كتير وعنده لقطات كتير، ناصر منسي. شايف ناصر منسي لعيب ماشي. متواضع جدا 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 على كل الضجه اللي هو كان مديها لنفسه والجمهور كان وهمه بيها في السنين اللي فاتت او في السنه اللي هو فاتت. السنه اللي فاتت عمل موسم يحترم على عيني وعلى راسي، بس يعني اللي بيسموه اوفر بيرفورمانس، يعني هو كان السنه اللي فاتت بيوفر بيرفورم، وصل لفورمه ممكن ما يوصلهاش تاني، واحنا ما اعتقدش ان احنا هنشوفها تاني يعني. بما اننا جبنا سيره الاسطوره ناصر منسي أسطورة. ونادي الزمالك، فنيجي بقى لنادي الزمالك دلوقتي. النادي الزمالك دلوقتي بادئ الدوري هادي جدا، استقرار، بيكسب ماتش في التاني، محدش مركز معاه، كله مركز مع الاهلي ومع بيراميدز وبيشوفوا الصفقات اللي اتصرف عليها كتير وهما بيخسروا. الزمالك هيفاجئنا وياخد الدوري ولا ده دوري النفس الطويل والسكواد اللي مع الزمالك دي مش هتعرف تكمل للاخر؟ ماشي. والله خليني اقول لك ان لسه بدري قوي بصراحه. يعني احنا الاهلي متخبط كذا، بس الاهلي مش معناه ان هو كذا. الاهلي متخبط بمقارنه ان احنا بالسكواد ده احنا مستنيين كوره ما حصلتش. انا مستني ان انا ما فيش حاجه اسمها ماتش بيقع كل مني ماتش سكور. فاهم. انا مستني سكور. ما اصل برضه يعني مع احترامي الكامل للفرق اللي في دوري نايل، بس اما اجي العبك بالرمضان وزيزو وتريزيجيه وجراديشار وديانج ومش عارف مين وديانج. قصاد ايا كان الاسماء مين، يبقى انا مستني ان هنا سكور وهنا الله فريد يرحمهم. المكنه هتطلع قماش امتى؟ هتطلع مكنه قماش الاهلي هتطلع قماش امتى؟ مشي روبيرو والمكنه هتطلع، هتمسك عماد النحاس والمكنه هتصرخ معاه. عمار، مين اللعيبه اللي تمشيها من الاهلي عشان ما يبقوش يعني زياده حمل على الفريق؟ ما لعيبه مثلا تقول حلوه دي. انا مش عايز افضل العب دكه، مش عايز افضل قاعد دكه، قصدي عايز العب. فاللعيبه ما تستحقش ان هي تقعد بره. مين قفشه، نمشيهم؟ حسين الشحات، اشرف داري، محمد هاني، مالك محمد واحدة واحدة شكري. بس على لا اللعيبة. بص بص واحدة والله واحدة كده. مبدئيا فرق السكواد في الاهلي ما بين الاساسي والدكه فرق مرعب. يعني وأرض. فكره ان انا ابقى بلعب الاساسي بتاعي لما كمان يرجع امام عاشور، امام وبالرمضان وتحتيهم ديانج وقدامهم بن شرقي وزيزو وقول يا سيدي جراديشار، والدكه فيها حسين الشحات وعلي علوكا واشرف كوكا مع كامل احترامي يعني لا مش هينفع. يعني يا اما تعلي الدكه بشكل او هيحبسنا. باخر، يا اما ناس من الاساسي يا اما تغير حاجات من الاساسي وتحطهم دكه. عشان انا امبارح وانا بتفرج على الماتش فرق السما من العمى من الاساسيين للدكه طبعا. فرق بشع. الناحيه الثانيه بقى في بغير الزمالك مركز بمركز في وبيغير ماتش ضد انت المحله. بتلعب المحله لحد اخر 5 دقايق، هو مش عايز يلعب 2 مع احترامي الكامل طلعنا بالرمضان احمد رضا. يعني هو مش عايز يغير 2. الناحيه الثانيه بقى ابجريد مش طبيعي ان انت تتنقل من شلبي لشيكوبانزا
لا ده جماهير الزمالك هتعمل له تمثال عند حلمي شيكو زموره. بنزا بيصرخ يعني الزمالك ممكن يكون انا ما عملش بحسد الضجة. الزملكاويه والله على النعمه، بص اللعيب الجامد هم كده ما عندهمش حته اللي هو ايه، هو عالي قوي، الاكسبكتيشنز عاليه قوي. فباشا ايا كان اللي هتجيبه لي، انا بطل الدوري اخر 20 سنه واخده 18 وجايب 6 افريقيا ومش عارف ايه. لا هو نفسه في اي حاجه، نفسه في اي حاجه. فهو لما لقى كاس نفسه مصر، فرقته بتلعب شويه كوره كاس وكسب الرابطة. ماتشين. بس هو اقول لكم تمام. على حاجه بصراحه، وانتوا برضو قولوا لي لا رايكم. قبل ما تقولي لو سمحت، يلا لو سمحت ماشي. فريد، ها. عايز اعرف منك، الاهلي دلوقتي اوفر باورد، مين اللعيبه اللي في الاهلي اللي تمشيها عشان هي ما تستحقش ان هي تقعد دكه، والاهلي ايه يفضل يكمل واللعيبه تطلع ولا قماش؟ اساسي. بص باختلاف ان انا جمله بس مين اللعيبه اللي ما تقعدش دك، لا هو انا بالنسبه لي يمشوا من الاهلي مع احترامي الكامل ليهم. ايوه ما هي ما تقعدش دكه، مشيهم من الاهلي. شكرا قفشة، بكل شكراً من طاهر، باب شكرا الكبير. حسين الشحات، شكرا داري، يعني هنصفي الفرقه. يعني انا فاهم؟ جايب محترف والمفروض ان هو بدفع له بالدولار بالشيء الفلاني، وبيلعب مدافع اللي هو اصلا طول عمرنا اعتدنا ان في الدوري المصري المحترفين دول نص ملعب، وينج، مهاجم، الحاجات اللي فيها ابداع. انا جايب مدافع بالدولار وبدفع دم قلبي وحاجز مكان ان هو مش ان هو دولي، وفي الاخر انا مش مقتنع بيه كمدرب، ممكن اقعده دكه. ولولا بس الحوجه ان ياسر ابراهيم مصاب وعندك سيم مرعي ما لعبش الماتش، فانت كنت مضطر عمار تلعب بيه. مولع النهارده. يعني لا والله اصل انا بجد انا حاجز مكان باماره ايه. طب يا أيوة. باشا خلاص مع السلامه. ما على حدش. فكره هو مش مقتنع بيه من كاس افهم ان العالم. البوكس مستنينا بره هو بالكلام مش اللي انت شاوش بتقوله. برضه. لا والله افهم. صعب قوي. طب يا جماعه الزمالك دلوقتي تعالوا نرجع خطوه لورا كده، قبل الدوري كسب الكاس بطلوع الروح، كسب بيراميدز في الكاس بطلوع الروح، ماتش أمل وان من احنا بلد. نادي الزمالك. هل الزمالك هيفضل مستمر كتير كده ان هو بيكسب بالروح المعنويه وبالتشجيع عشان بس اسمه الزمالك، ولا لا الزمالك لا، لا. بالسكواد والصفقات اللي عملها، اللي انا عايزكم تقولوا لي ايه رايكم فيها؟ انا كنت عايز اسالكم سؤال هيكمل. وما حدش فيكم اداني فرصتي. قول. انا عن نفسي وجهه نظري ان انا شايف ان الزمالك عمل صفقات حلوه جدا. اوكي. تمام. اسامي كويسه جدا عندهم. الفينا ده مثلا مرعب. شيكو بنزا اول ما كانت بتطلع قماش ولعيب كويس. جايبين عدي الدباغ، جايبين الدباغ. اللعيبه كلها صفقات حلوه. هل انتوا تتفقوا معايا ولا لا؟ بص انا بالنسبه لي المكنه هتطلع قماش لما يحصل حاجتين. اولا استقرار اداري اللي ما شفناهوش في الزمالك بقالنا كتير قوي. ماشي صعب. يعني احنا ممكن مثلا الثلاث ماتشات الجايين مثلا، يعني الزمالك 3 ماتشات الجايين يتعادل 2 ويكسب 1، هنلاقي كلام بيتقال في الميديا الزمالك قرب يشيل المدرب بتاعه وهنشوف مدرب جديد. لا انا اختلف طب معاك. يعني نستنى بقى، نصبر شويه على اللعيبه، خصوصا في مؤشرات. يعني الناس طلعت السما بعد ماتش مودرن سبورت مع الزمالك، راحوا تعادلوا مع المقاولين، بس خلاص الفرقه هتفضل زي ما هي. لا ومفيش لا أمل. بالعكس بقى خالص. بس الزمالك مش عليه اي ضغط. انا بس ردي هي استنى، بس ردي هي بسؤال. العكس، هي المقاولين بعد كده مودرن. تمام. فاهم؟ هي مقاولين بعد مودرن بجد والله. باشا هم الزمالك لعبت سيراميكا 2-0 سيراميكا، اتعادلت. سيراميكا صح، كسبت سيراميكا أيوة 2-0 وبعد كده اتعادلت مع مقاولين 0-0. كسبت كده ماتشين مودرن. وتعادلت وبعد كده ماتش مودرن وعندهم 2-1. ماتش. أيوة صح. بالظبط. انا لا لا قصدي سيراميكا أيوة وبعد كده فاهمك. انا أيوة. عارف ان انت اتلخبطت أيوة. شوية انا بس. ردي على سؤال فريد، ممكن تفكرني بيه؟ ايه رايك في صفقات الزمالك؟ سيبك من اي حاجه. انا رايي ان وهل صفقات شايف الزمالك- ان دي لعيبه تقدر تحسم بيها بطوله ولا لا؟ اوكي. انا شايف ان الزمالك دلوقتي خالي من الضغط. ليه؟ الضغط كله رايح على الاهلي ورايح على بيراميدز عشان الفلوس اللي صرفوها على الصفقات. فالزمالك الناس كلهم شايفين ان هو بيعيد بناء الفرقه بتاعته، فاي نتيجه هيكسبها او هيخسر اي حاجه الناس راضيه. يعني اي صفقه هيجيبها هتبقى احسن اكيد من اللي فاتت. فده اللي بتكلم فيه. الزمالك دلوقتي لو ما كسبش الدوري السنه دي مش هيبقى ضغط عليه. الجماهير مش مستنيه ان هو يكسب الدوري، الجماهير مستنيه ان الزمالك يرجع الزمالك. مظبوط. يرجع الزمالك اللي ينافس على كل حاجه، يرجع بسكواد جامد، مش ان هو بس يكسب الدوري. بالعكس لو الزمالك عاد بناءة الفريق وبدا ينافس. يا جماعه في مصيبه ان دلوقتي بيقول لك بيراميدز اوفيشلي اخذ المركز الثاني من الزمالك. ان هو انه يرجع بس آه. للمركز المفضل بتاعه اللي هو الثاني. ممكن اقول لك على حاجه تلخص دي. انا بالنسبه لي انت في حته في كلامك صح وفي حته غلط. ليه الغلط بالنسبه لي؟ ان مفيش هنا حاجه غلط. جمهور أنا بقول الزمالك لا 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 لا, لا. ماشي انت حر. انا بس كلامي جمهور سليم الزمالك 100%. مستني بطوله. دي اراء يا حاج. انا حر. انا بقول لك هو قول لي كلامي الغلط يا فندم. غلط في ان انا شايف ان هو لا عليه ضغط، لان جمهور الزمالك بيطالب ببطوله. جمهور الزمالك مش ماشي، ما انت لسه جايب كاس مصر. ما تهزرش بقى يا ماشي. عمار. مش عايزين نهزر يا عمار. كاس مصر وعلى قد تقول لي يا ابني جاب بطوله ايه؟ وعلى قد لحافك مد رجليك. يعني انت السنه اللي ما هو الزمالك مش رايح جاب شيكو بنزا وعطيه الدباغ ماشي. وكده عشان ياخد كاس مصر لا تاني. لا مش هياخد كاس مصر، بس الزمالك مثلا بقاله كام سنه بيعاني عشان بس يخلص مركز تاني ويخش دوري لا الأبطال. خد بالك هيطلع لك واحد زملكاوي يقول لك خدنا سوبر افريقي.
انا بقول لك يعني يا سيدي مع كامل عشان الاحترام. هنفضل نتذل احنا لا، دي ماشي. بطوله عايشين عليها. وخدها من الاهلي الغريم التقليدي، كل ده على عيني وعلى راسي، بس وخد الكاس من بيراميدز. خد الكاس من بيراميدز. فيطلع مشجع زملكاوي يقول لك احنا احسن فرقه في الدوري. لا، ده ملخص لسه بدري. ده ملخص الفكره. الدوري لسه بدري، او يعني لسه بدري، ومش هقدر احكم على حاجه دلوقتي، بس في بدايات كويسه وكتر خير الدنيا. لسه بدري جدا على الدوري، وعشان كده عايز اسالك سؤال. الزمالك بالصفقات الجديده بالروح اللي معاه عنده نفس طويل ان هو ينافس على الدوري للاخر، ولا في النص مع اصابه والتانيه هينزل وهيقع؟ طب انا عايز اسالك سؤال، مش ده السؤال اللي انا سالته له؟ ما جاوبنيش. مش انا قلت له شايف الزمالك يقدر يحسم السكواد اللي معاه ده، يقدر يحسم بيه البطوله ولا لا؟ لا انا عايز اعرف راي اقول عمور. لك في 3 لعيبه في الزمالك ما لهمش بدايل، والثلاثه دول لو وقعوا مع السلامه. رقم 1 بالنسبه لي هو الونش، رقم 2 عبد الله السعيد، رقم 3 بن دايك. الثلاثه دول مفاتيح لعب في الزمالك، من غيرهم الزمالك بيحتاس. عادي ممكن اكسب ماتش من غيرهم مفيش مشكله، بس بحتاس. احنا حتى يومنا هذا بص عبد الله السعيد ربنا يديله الصحه، شوف بقى كام سنه طلع عبد الله السعيد من الملعب، لعيبه الزمالك بتقف تايهه زي العيال الصغير في جنينه الحيوانات، مش عارفين يودوا الكوره فين. هم مستنيين حد يقول لهم اصنع لعب ازاي، اطلع الكوره ازاي، او اودي الكوره للمهاجم ازاي. فالزمالك ما عندوش بدايل للناس دي، يعني ما عندوش البدايل اللي تشيل بمعنى اصح يعني. فهل انا ممكن اروح في يناير اجيب؟ بس للاسف الزمالك عنده مشاكل ماليه بالجمله، يعني يعني هم كل ما يخلصوا من الموضوع يطلع لهم موضوع، يخلص قصه مش عارف مين. يعني مثلا في بتاع 16 محترف ليه فلوس عند الزمالك من 10 سنين، كل ما خلصوا حوار يخش في حوار تاني. الزمالك لو اداريا بقى ثابت، وماليا بقى قادر، وكتر خير الدنيا رئيس النادي الراجل يعني بيطلع فلوس على قد ما يقدر. لو الموضوع ده اتحقق والزمالك قدر يستقر، لا انا ممكن اشوف النادي ما اتبناش ليه يا عمار؟ ارض اكتوبر ما اتبنتش ليه؟ بص بقى ما تزعلش عليها مشاكل. انا بقول لك عشان بس نلخص كل ده. نلخص كل الكلام. الارض راحت يا جماعه الارض مش جايه، احنا اللي الارض بنقول، راحت الارض الكابتن جايه. الكبير شيكابالا هو اللي بيقول. كابتن الأرض شيكا. كابتن شيكا كابتن هو شيكا اللي قال طلع الكلام ده. فضح لعيبه الزمالك من كام يوم. يعني طلع في نظريه مؤامره. ما انا بقول لك اهو، يعني طلع في نظريه مؤامره. اللقاء ده ما كانش موفق من كابتن شيكابالا، يعني كان كل ما لا ينفعش. انا بالنسبه لي مش ومش كل لعيب يمشي من نادي يعني شيكابالا هو عمل صريح كده بزياده بالزمالك. شيكابالا، بالظبط. مش هو بس هيزوق ما كانش الكلام. يا يا جدعان يعني. شيكابالا عمل الصح، الراجل اتكلم في حقائق. طول ما هو كان في النادي خلينا متفقين ان انت في الحته ما ينفعش احط عليها السبوت الاعلامي، ما ينفعش احط عليها السبوت الاعلامي، ما ينفعش اطلع اقول والله العظيم انا بلعب في النادي الاهلي، ما ينفعش اطلع اقول ده المدرب عندي بيعمل كذا واللعيبه عندي بتعمل كذا. خلاص ده الفرقه بتاعتي فانا مضطر اتعامل. فهو اما خرج منها يا جدعان برضه عشان بعيدا عن الهزار، شيكابالا ما بيقولهاش عشان انه يفضح النادي ولا عشان يعمل حاجه، عشان شيكابالا يحسن بيقولها النادي. عشان يحط السبوت. فاحنا عايزين النادي يبقى احسن. هو طول عمره شيكابالا بيهمه النادي الزمالك، مش همه اي حاجه، مش همه مين، مش همه صديق، مش قال لك انا احلى حاجه حصلت في حياتي ان انا انهيت حياتي ومسيرتي الكرويه جوه نادي الزمالك. اكيد مش بعد كل العمر ده شيكابالا هيطلع يخبط. لا هو مش بيخبط بصراحه، هو صريح. طلع شويه حاجات على السوشيال ميديا كده ان شيكابالا من الاخر بقى نادي الزمالك والناس واخداه في اطار تاني. واحنا كاهلاويه ممكن نهزر، او الاهلاويه عموما ممكن يهزروا ويقول لك اهو نظرات المؤامره مش نظر. بس لو بنتكلم في الجد الراجل ده يا جماعه زملكاوي. انتوا عارفين انتوا الاثنين طبعا ان الزمالك الاهلي مضى شيكابالا في فتره من الفترات، واللعيب راح انت كده بتضايق الجمهور. واللي ما يعرفش، واللعيب راح يتمرن في التتش وقال لك انا نزلت التتش بتيشيرت ابيض، كان بيتمرن لوحده. وبعد كده الا عدلي القيعي وهو قاعد معاه طبعا مدير صفقات الاهلي ساعتها قال له انا لو كان الزمالك جاب جون واحنا بنلعب الزمالك، لو انا في الاهلي كنت هقوم افرح واتبسط. انت فاهم ممكن اوقفكم في حته يا جماعه. انا بناشد اداره الاهلي بعد اذنكم عايزين بنتاج بالزمالك. يعني بنتاج ده حرام. لا انت لا قول لي انت. لا غير عندنا عمار والنبي والونش وشحاته عشان خاطر. لا عمار اسمع فريد المجيد بالمره قدام بقى لا فريد كان فريد قال لي حاجه بره لسه شاب برضه. فريد قال لي بره حاجه حلوه قوي لازم اقولها. قال لي دلوقتي الزمالك عامل صفقات جامده جدا مستقبليا. قال لي مستقبليا الزمالك معاه لعيبه احسن من الاهلي وبيراميدز. رحت انا قايل لك ايه بقى؟ اديني انا مش هتكلم، انت بتفضحني. رحت انا اقول له تمام خلاص مستقبليا يعني كمان 5 سنين اللعيبه دي هتبقى توب فورم. الاهلي بقى يشتري يا باشا قال لي اما هزر قال لي خلاص انا هناخدهم احنا يعني احنا بناخدهم على الجاهز. بص والله يعني انا نفسي قصه الكباري دي تنتهي من الدوري المصري، اللي هو اللعيب عشان يروح من الاهلي الزمالك لازم نبعته الغرافه القطري وبعدين يطلع على نادي ولا مش عارف ايه في فنلندا. قال له يا ميمو يا حبيبي تمضي للزمالك. ما دايركت يا جماعه.
قال له مين؟ مش مستاهله والله. قال له ستيرلينج لف الدوري الانجليزي كله وعادي عادي بيتشتم في كل الاستادات عادي، اللي راحها. وبيرلو عادي، لف الدنيا. وبيرلو لف ايطاليا كلها. في حاجه انتوا مش واخدين بالكم منها بصراحه. دلوقتي حراسه مرمى النادي الاهلي، محمد الشناوي كابتن منتخب مصر، مصطفى شوبير الحارس الجامد جدا. دلوقتي في اراء بتقول ان شوبير جه في الوقت الغلط اللي هو الشناوي كابتن مصر موجود فيه، وفي نفس الوقت في ناس بتقول ان مصطفى شوبير في السن اللي المفروض هو ياخد الفرصه ويفضل مستمر. اول ماتش شوبير لعب، تاني ماتش شوبير لعب، بعد كده الشناوي رجع لمكانه لحراسه ممكن المرمى. اقطعك سنه قبل ما نبتدي الكلام عن الشناوي. طبعا عايزين كلنا نعزيه يعني على وفاه والده طبعا واكيد بقال ده حاجه الله. يعني تاثر عليه، واكيد كابتن الشناوي ما حدش منتظر منه اي شيء في الفتره اللي جايه، وانا اصلا كنت مستغرب انه لعب ماتش المحله، لان هو الحمد لله لعب بشكل كويس، ما فيش اي لا، حاجه شال كذا كوره حاجه تعمل عليه. بس انا ضد، لان اللعيب ده بيبقى في حاله نفسيه برضو، وفاه الولد دي بتبقى حاجه صعبه يعني. طبعا فهو طبعا. الحته دي تاثر عليه، فاحنا دلوقتي لا يلام على اي شيء، ما نقدرش جميل نتكلم عليه، الفيديو. فاهم؟ انسان قوي. انسان او فيرو، ها انسان إنسان. أوي. خلاص هو مش عايز يرد. طب قول لي انت شايف مين اللي يقف؟ بص، طيب بعيدا عن ما تبقاش طبعاً- قلبك قاسي لا، يعني. أنا والله هو هقول- قاسي، انت هقول حنين. والله- هقول والله بعيدا طبعا عن الاحداث اللي بتحصل دلوقتي، انا مع ان شوبير يلعب قلبا وقالبا. شكرا. يعني انا مش عايز اقول كده بس يعني شوبير يلعب قلبا، خلاص كفايه قوي بقى كده يعني. عادي يا جماعه، سنه الحياه يعني. انا مش لازم افضل مثبت فيها صح. لحد اما الجماهير بتاعت اكبر نادي في مصر وافريقيا تشتم باسمي في الاستاد وتقعدني دكه ومش عايزينك تلعب. ملهاش لازمه. الشناوي قدم كتير قوي لمصر وللاهلي، وحارس مصر الاول، كل ده على راسي. وعلى فكره حتى الان، واعتقد ان حتى لو قعد دكه، حسام حسن هيفضل بيلعبه اساسي في المنتخب، وده ما اعتقدش ان ده هيتغير في الوقت الحالي يعني. ماشي. حسام حسن عنده قناعات كده ما بيحبش يغيرها، الخبرة بتفرق برضه. بالظبط، ولما بيستقر على حاجه ما بيغيرهاش. ولكن شوبير لازم يلعب. طب فريد، هقول لك سؤال كده لسه جاي في دماغي دلوقتي. هل المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن ليه مين يلعب كحارس اساسي في الاهلي ولا لا؟ والعكس، هل ريبيرو ليه الرأي مين هيلعب في منتخب هقول لك مصر على حاجة. كحارس هو مرمى ده بيبقى ولا لا؟ بيبقى اغلب الوقت. هو طبعا القرار في الاول وفي الاخر عايد على المدرب، بس بيبقى في مدرب حراس بيبقى هو اللي ماسك بيلنك. تدريب الحراس، فهو اللي عارف المستوى بشكل اكبر من المدرب. فهو بيقول له والله العظيم، بيديله بقى الستاتس بتاعته، والله الاصلح للماتش ده ده أو مدرب بتاع. حراس المرمى. انا قصدي مين ما- اللي قراره اقوى، مين بيأثر اكتر، حسام حسن ولا ريبيرو؟ يعني ريبيرو لما يلعب مثلا الشناوي اوتوماتيكلي لا حسام طبعاً- حسن طبعا هيلعبه. التأثير هيبقى ريبيرو اكتر، لان انت الدوري الاستمراريه أكيد. بتاعت ماتشات ريبيرو اكتر بكتير من كابتن حسام حسن. المنتخب هيلعب ايه؟ هيلعب هيلعب 4-5 خمس ماتشات. معنى كده ان فاهم؟ لو فهو الحارس الاساسي في الاهلي هو اللي هيبقى الحارس الاساسي بتاع المنتخب، فاهم؟ مش العكس. يعني مستحيل لو شوبير بيلعب اساسي ياخد الشناوي يلعبه في منتخب مصر لا، هو كاساسي. هي مش لأن مستحيل، زي ما مش قلت ده لك، قرار حسام- مدرب. انا عايز اعرف رايكم. ده لا، قرار لا، مدرب، حسام بس في حسن الاول وفي الاخر برضو الاستمراريه بتفرق. ما هو الكابتن حسام حسن مش مش واعي يعني ان هو عارف ان يبقى مثلا الشناوي بيلعب الدوري كله فانا هاجي اوقف شوبير، او العكس، مش هيبقى شوبير اللي بيلعب الدوري كله هاجي اوقف الشناوي، فاهم؟ لانه ده بيبقى عارف ان ده رجليه في الملعب اكتر وباني فورمه اكتر وماسك ماسك الفورمه من الاخر. فهو كده كده بتبقى مبنيه على اللي بيلعب اكتر، لانه بيبقى رجليه في الملعب بس احنا داخلين على كاس عالم، واتمنى ان لا، اللخبطة افريقيا دي- الاول. ماشي، أفريقيا الأول. صحيح. أفريقيا في يعني شهر واحد. افريقيا وكاس العالم آه. الاثنين. فاعتقد يعني نفسي الغربله دي تخلص بدري عشان خلاص يبقى عندنا حارس بيقف في الاهلي. ان شاء الله متفائل. هو الحارس اللي بيقف في مصر، طبعا مع كامل احترامنا لكل حراس بقيه الدوري يعني. ولكن شوبير لا، الكابتن عامر عمل ماتش جامد جدا. كابتن عامر كسر الدنيا بس هو شوبير والعارضة. والشناوي والله العظيم بعيد أوي عالمي. يعني عالمي والله. الدوري الاقوى في المنطقه. مرحل بقى. المنطقه اللي احنا فيها. مرحل. المنطقه اللي احنا فيها. طيب، عايزين عندكم حاجه زياده للدوري المصري عايزين تتكلموا فيها؟ الاهلي، الزمالك، مش عارف ايه الكلام ده. نفسي بس جماهير الفرقتين تدي بس شويه روح كده للعيبه، واتمنى يعني ان الناس تصبر، مع ان انا مش عايزه يكمل. بس برضه يا جماعه يعني ما بحبش كده يعني. خلينا نصبر على ريبيرو ولو ماتشين انا ثلاثة كان كمان. رايي الشخصي كده، بس انا بصراحه مش قادر، يعني وده رايي الشخصي ملوش علاقه يا جماعه. وانا ضدك. اعتبروني انا ريبيرو أجهل واحد. هيكمل، والاهلي المكنه هتطلع قماش وهنكسر ماتش الدنيا. بيراميدز ما على جاي فكره أهو. لو طلعت قماش ده مطالب، عشان بس ما حدش ينسب كريدت مش موجود. ما هو انا لو ريبيرو كسب لي السبع 8 ماتشات الجايه، ما هو يا جماعه ده السكواد الطبيعي. لو انا واقف على الخط مع احترامي كام يعني. لو انا واقف على الخط ومسك الفرقه دي، لو ما فيش مدرب واقف على الخط الفرقه دي عندهم كره لوحدها، أيوة. يعني مش محتاجه اي تعليمات. أيوة. طب انا هخلي فريد دلوقتي يسالنا سؤال. يلا. مايك معاك يا فريد.
طب عايزينه دوري مصري ولا لا نطلع خلينا بقى؟ في المصري عشان هنطلع بعد. طيب مصر. في المصري اديني 3 اسباب كل واحد فيكم ليه روبيرو يقعد او يمشي. طيب 3 اسباب، اه دي ودي ولا حاجه واحده بس؟ حاجه واحده. حاجه واحده. ماشي هقول لك انت ليه. ممكن تكون رأيك انا يقعد انا أو انا يمشي. انا مقتنع ان هو ما يمشيش، ان هو يقعد. اول سبب بالنسبه لي ان هو يفضل قاعد عشان الاستقرار. مفيش مدرب هيجي من ماتش ماتشين يتحاسب عليهم فنمشيه، ده اول سبب. السبب التاني ان هو عنده فكر، واول ماتش في كاس العالم للانديه لما لعبنا ضد ميسي قفل المنطقه كويس. وتالت سبب ان حاسس ان في مشكله في الاهلي ولاعيبه الاهلي مع اللمسه الاخيره. يعني مش طبيعي لما كل ماتش يجي لنا 10 فرص ونضيع نضيع نضيع. ممكن يبقى فيه سوء توفيق او سوء حظ، بس برضه ممكن نشتغل على اللمسه الاخيره. فدي 3 اسباب ان ريبيرو يفضل مكمل مع الاهلي. وافتكر كلامي ده، السنه دي الاهلي هيكسب دوري ابطال ماشي. افريقيا. اروح لعمار وبعد كده هرجع لحته وخلاص نقفل بقى الحته دي. ماشي، انا شايف ان ريبيرو يمشي رقم واحد. شكرا. عشان هو السي في بتاعه باين قوي ان هو ضعيف فنيا. يعني هو ما اتحطش تحت الاسترس اللي محطوط عليه دلوقتي. حتى في جنوب افريقيا ما كانش يعني المدرب الواو. طبعا. يعني ما كانش يعني في السنتين خد دوريين انتوا الاثنين عليا يعني. لا ما نقدرش نبقى عليك يا لوتس. ده رقم واحد. رقم اتنين، بالنسبه لي التواصل باين قوي انه بينه وبين اللعيبه صفر. هي اللعيبه مش مركزه معاه تماما، هم او مش هو محتاج مهتمين. يضحك بس شويه. مش مهتمين. لا هو يا اما هو في التمرين ما بيحطش تاكتكس او بيحط هما ما بينفذوش. بس حاسس ان لغه التواصل بينه وبينهم بعيده قوي، لدرجه ان لما قعد الشناوي دكه هو ما راحش قال للشناوي انت هتقعد دكه. ده راح قال لعماد النحاس، وعماد النحاس راح كلم الشناوي قال له انت هتقعد دكه باشا، انت المدرب 100%. انت اللي تروح تتكلم. انت اللي تواجه ده وانت رقم اللي اتنين. بتهندل. رقم ثلاثة، لان الجماهير مش هتستحمل ماتش كمان. ماتش طيب. الاهلي الجاي مع ممكن بيراميدز. معلش بقى قبل ما تعمله، انا عن نفسي عايز اقول اسبابي مفيش شكل في الملعب. تمام. أكيد. 7 ماتشات رسميه ما شفتش شكل او ما شفتش حاجه بتبني غير باصي على الارض. وباصي على الارض مش بفكر كروي، باصي على الارض ان انت السيف باس وخلاص. تمام. فده عندك رقم واحد، مفيش شكل. تاني حاجه ان عندك المركزيه اللي هو عاملها انا مش فاهم برضو شكل. يعني انت رحلت لي تريزيجيه على اليمين عشان بن شرقي يلعب شمال، وايه اللي اتضاف؟ انا رايي اللي أنا بيجرب، شفته الراجل بالجبهتين. بيجرب. ما يعني ما انا هفضل اجرب لحد امتى؟ انا هقيس ريبيرو ده بعد 10 ماتشات مثلا. تالت حاجه وهو ان انت اضعف من ان انت تدرب الاهلي، بدليل ان انت على طول متخبط. مفيش راي ماسك عليه في ايه. زي ما قلت لكم في حته الدفاع، انت كل ماتش عمال تعمل لي كذا. معقول هنفضل نجرب؟ طب احنا خلاص داخلين على رابع ماتش في الدوري، يعني هنفضل نجرب لايه؟ يعني انا عارف ان لسه بدري يا جماعه، عارف ان انا متسرع، بس ما هو كل حاجه بتبقى ليها مؤشرات. هو مؤشراته كلها بتدل فريد مش متفائل. ولا انا. بس انا عايز اخد منك حاجه عجبتني قوي قوي قوي، اسالها لكم قاعدين ايه دلوقتي. الجماهير، انت قلت لي الجماهير مش هتستحمل ريبيرو لو كمل بالطريقه دي. انا بقى حته الجماهير دي، امبارح لما بتفرج على ماتش الاهلي وغزل المحله، شايف جمهور المحله وجمهور الاهلي، افتكرت كده ذكريات 2006 و2007 والجماهير موجوده في الدوري جميل. المصري. حاسس ان الجماهير بترجع واحده واحده. هل عوده الجماهير للدوري المصري ممكن تخليه الاقوى في الساحه الفتره اللي جايه؟ يعني يا ريت اتمنى ده من الجماهير، ان هو عامل مساعد طبعا، لانه بيحفز اللعيبه برضه. خد بالك اللي لاعب كوره يبقى فاهم ان انت وانت بتلعب في استاد والناس بتنادي عليك وسامع تشجيع، غير ما بتلعب في استاد ساكت او الكلام كله بيبقى توجيهات او اخر مره شفنا فول ستاديوم استاد متقفل كان كاس الامم 2019. من ساعتها عجبني منظر جماهير المحله وجماهير الاهلي والمحله عملوا جماهير المحله عملوا يافطه حلوه قوي وعزوا فيها الشناوي. ويعني لا الجمهور رجع تاني، الجمهور اللطيف اراهنك ان لو ما كانش الجمهور موجود ما كانش الماتش هيبقى بالستريس 100%. 100% شيء اساسي، ونتمنى انه يرجع يعني طبعا باسرع وقت. بصوا بقى الحركه دي، يلا بص لكاميرتي وهديكوا واحده ايه عشان ننقل على حاجه ألزز. يلا. النهارده حلقه جديده من بودكاست كاتشانا. هتكلم معاكم دلوقتي عن الدوري الاقوى في العالم، البريمير ليج. البريمير ليج السنه دي لسه دلوقتي مخلصين من شويه، محمد صلاح وفي الدقيقه 100 بيعمل اسيست وليفربول بيكسب. تشيلسي يكسب ماتش يخسر ماتش، مش عارفين ايه الحكايه، فيلم مش مفهوم. الفلوس دي بتروح فين؟ مانشستر سيتي ونكسة بيب جوارديولا دلوقتي بيكسب وبيخسر، ومش عارفين الجمهور هيستحمله ولا لا. كاتشانا يلا بينا. قبل اي حاجه بعد اذنكم نرجع لورا كده شويه يا جماعه. انتوا اللي اتفرجتوا، انا مش راجل بدعي. قلت لكم في لعيب مجرم قادم اسمه ريو نجوموها. اول ماتش ليه
جاب جون بعد 7 دقايق من نزوله. سقف الفريد يا جماعه، تمام؟ سقف. فده كل كرة ده, سقف. ده, ده تدل على ايه؟ فيريو ده تدل عمل على له إيه؟ ريل لا ما انا مخصوص. مش هاوي، انا مش هاوي قاعد معاكم. انا بقول لكم ده انا بقول لكم ده مجرم. لا حصل نبتدي فانا بقى. نبتدي. تعالى نبدا الاول بصلاح. بصوا يا جماعه، دلوقتي صلاح والدقيقه 100 وعمل اسيست خرافي حلو جدا مع تفويته جامده قوي وجون، وليفربول بيكسب اول ماتشين وعامل اداء حلو قوي. بس سؤالي هنا، صلاح مش صلاح اللي احنا متعودين عليه. هل دي نهايه العصر الذهبي لصلاح مع ليفربول، ولا انتوا شايفين ان صلاح بص. كويس ولسه احنا في الاول ولسه بدري؟ بص هو لسه بدري طبعا أوي. يعني انا اتعودت من صلاح اول كل سنه. صلاح شوف بقاله كام سنه في البريمير ليج. انا اتعودت ان اول كل سنه صلاح بينزل اول 3 4 اسابيع بيكسر الدنيا. لو في 10 مليون واحد بيلعبوا فانسي، ففي 9 مليون و990 الف مليار في المية جايبين تمام مكابتنينه. انا مكابتن صلاح برضه تمام؟ ورحت في داهيه. فمش ده صلاح اللي احنا اتعودنا عليه. شفنا صلاح وحش قوي في الكوميونتي شيلد ماتش الكاس الدرع الخيريه. شفنا صلاح وحش قوي في اول ماتش. ما يغركش الجون اللي جابه، الجون اللي جابه حلو انما اللي اتفرج على الماتش شاف 90 دقيقه من صلاح 100%. اوت اوف ماتش امبارح قدام نيوكاسل في ارض نيوكاسل ماتش سيء جدا. فمش ده صلاح. بس انا مش هرمي اللوم كله عليه، لان انا شايف ان ليفربول في الاول وفي الاخر كسب ماتشين. النقط مهمه في اول الدوري ولكن دول نقط خادعه او فوز خادع. ليفربول بيلعب بأسوأ اداء ليه مع ارني سلوت، اللي هو السنه اللي فاتت كان متوقع انه يبقى سيء بحكم ان الراجل جاي اول سنه. والله العظيم الراجل ده ولكن بيفهم، ربنا الراجل ده يخليك بيفهم والله. وبيقول كلام حلو قوي. ولكن ارني سلوت بيلعب كوره السنه دي مش مفهومه. يعني انت رحت جبت ايكيتيكي مهاجم دبابه والراجل شغال انا ممكن وبيطلع اقارن قماش. دلوقتي حاجه بحاجه ما لهمش علاقه ببعض قوي، بس صفقات الاهلي جامده جدا وصفقات ليفربول جامده جدا. زي ما احنا شايفين الاداء لحد دلوقتي هنا مش باين وده مش باين. انا من رايي لما بيكون معاك فرقه اوفر باورد ولاعيبه جامده، ده بيخليك تجرب كتير لحد لما طب تظبط الكلام. ممكن اقول لك على حاجه. هي الفكره مش كلها صدفة، بالنسبه لي خلي في بالك. ليفربول، الفكره كلها بالنسبه لي في ليفربول ان ليفربول هي مش بينقصها اي شيء غير ان في هرجله في نص الملعب فمأثره على الدفاع. مظبوط. تمام. الهرجله اللي في نص الملعب ايه؟ انا ضد من الاخر، او ده رايي الشخصي يعني، ان انا ضد من الاخر ان انت تحط لي سوبوزلاي وماكاليستر وايا كان فيرتس. قدامهم فيرتس. فانت حبيبك فيرتس. عندك فيرتس انا بحبه جدا بس لحد دلوقتي لسه هو مش قادر يفهم ان ده الدوري الانجليزي. انسى بقى الالماني، انسى ليفركوزن، انسى الدوري الطيب ده عشان انت هنا مش هتشوف طيبه. مفيش راحه يعني. هو امبارح كان بيلعب قدام 3 من نص ملعب من نيوكاسل. الثلاثه بياكلوا النجيله. يعني جوالينتون وتونالي وبرونو جيمارايش، 3 نص ملعب في نيوكاسل بجد هم بياكلوا النجيله. بياكلوا حبيبي النجيلة. هو جاي من الدوري الحلو اللذيذ الكيوت اللي لو حد اداله كتف الحكم يديله فاول. امبارح الحكم العيال بتقص بعض بالنص في نص الملعب. مفيش اي تدخل جوردن تدخل جوردن اللي ما حدش فاهمه. واحده ممكن ما حدش فاهمه. هيبطلوا كوره هيبطلوا كوره يعني. بس هقول بس حاجه، ان بجد ارني سلوت ممكن يكون زي ما فريد بيقول فعلا هو لسه فيه هرجله وعشوائيه. اللعيبه لسه ما فيش الديناميكيه اللي ما بينهم، ما فيش الكيمستري ما بينهم. بس في مؤشر حلو، في مؤشر كويس. ولكن بالنسبه لي ارني سلوت بيعك. يعني هو امبارح بدا بسوبوزلاي باك يمين ومقعد برادلي. اي نعم فريمبونج مصاب ماشي، وده يوري له طب ما تبدأ الكارثه بتاعت ببرادلي. فريمبونج ان انت على مدار الموسم فريمبونج لو اتصاب منك انت معكش باك انت يمين. معكش ما باك يمين. فيش هو خالص. وعامه او معاه برادلي تقريبا. ما هو برادلي نزل بس ما هو برادلي نزل آه. وهو باين انه مش مقتنع بيه. أيوة. ده حاجه. دي تاني حاجه. طب انت بتعك ليه في مثلا في حاجه زي نص الملعب؟ يعني اول ماتش انا اسف جرافنباخ ما كانش موجود. ماشي تمام. ودي الكارثه اللي هو اكتشفها. تمام بالظبط. لما جرافنباخ رجع فرق كبير قوي، لان هو اللعيب فعلا اللعيب كواليتي السته اللي ارني سلوت بيدور عليه. اللعيب الكواليتي اللي بيعرف يطلع الكوره، اللي بيعرف ديستروير محترم، كل الكلام ده. ماكاليستر امبارح ما كانش موجود لاسباب شخصيه، فلعبت جنبه باسمه ايه ده بكيرتس جونز اللي هو بالنسبه لي لعيب يجي يلعب في الدوري المصري. يعني كيرتس جونز بالنسبه لي هو بس بيلعب عشان انجليزي. طب اسالك كده نفس ما السؤال، بيلعبش. مين اللعيب اللي في ليفربول شايفه اوفر ريتد من الصفقات الجديده وتمشيه عشان يعني نكمل الموضوع؟ بص الصفقات الجديده يعني هم فريمبونج وفيرتس وايكيتيكي. مين اللعيب اللي ما وكيركز. ادالكش المستوى في كيركز اول وشميلي. ماتشين حتى انت مش الآن- عاجبك؟ حتى الان هو كيركز. اوكي. كارثه سوداء. فريد. ولكن انا مش قادر اظلمه. انا بتفق معاه في كيركز، لسه بدري عليه بس كيركز الى حد ما لحد دلوقتي بتوريني ان انت لعيب اخرك بورموث. فاهم؟ يعني احنا جبناك وانت اخرك يعني ده مش بورموث. روبرتسون تاني. يعني أوكي. عكس مثلا ايكيتيكي اللي انا يا جماعه لحد النهارده انا مش فاهم ليه ليفربول يبقى عندها ايكيتيكي ولسه وراح دار بتسعى على في ايزاك. اه يا جدعان المهاجم ده- بيوريكم ان ده- انا مش ده لازم يدفع يروح فيا فين؟ 150 محدش مليون، مش مم. لازم يدفع فيا لا 150 ولا مليون واحد عشان من الاثنين هيعرف يلعب وينج. يعني مفيش بالظبط. واحد فيهم ما هيلعب انا بقول لك وينج. ما حدش فيهم هيلعب. حتى لو ارني سلوت حاول فهي محاوله فاشله. طب يا جماعه الفيلم بقى، يعني الفيلم اللي ما حدش فاهمه فينا خالص ده، تشيلسي
ملايين يا وملايين راجل. وملايين وصفقات، الفلوس دي بتروح فين؟ بص الفلوس موجوده والله، هم واللعيبة هم موجودة. معاهم فلوس بص لا خلينا متفقين بس ان ماريسكا مدرب كويس، مدرب كويس، واحد قدر يا جماعه. احنا لسه من شهر كنا بنطبل له وبنطنجنه، وكسب باريس اللي كانت مكسره الدنيا في فاينل، وعمل فضيحه في فاينل كاس العالم. فاحنا مش يعني ما بحبش اللي هو نطلع بيهم سما وننزل بيهم ارض في ظرف شهر، ولكن الكيمستري في الفرقه صفر. لان انت قول حتى لفريد على الاهلي مش هينفع ننزل ونوطى بالمدرب بتاعنا، ماشي. واحده لا، واحده، لا، استنى لا، عليه لا، استنى لا. عليه. يا عم هو معايا اصلا، ما هو معايا. بس يعني هو معايا. بحاول اخليه يعني عليه. بس تشيلسي محتاجه كام محاولة فاشلة. تشيلسي محتاجه كام، يعني اقدر اديهم وقت، بس برضو الراجل يعني في الاول وفي الاخر في لعيبه فرديه ما قدمتش حاجه. ممكن كول بالمر لعب اول ماتشين شفاف. انا عايز اعرف يا جماعه هو مصاب ولا ده شبيه كول بالمر؟ انا مش فاهم. ولا انا بقول هو لك إيه؟ ممكن الراجل مش انا موجود في اقول لك الملعب. على حاجه. انا رايي الشخصي ان تشيلسي كان عندها وفره من كميه اللعيبه، عندها كميه لعيبه كتير قوي، من كتر النعم ضرب فانت في مفيش اساس، مفيش نظام معين انت ماشي عليه. يمكن لعيب او لاعبين ثلاثه هو ثلاث انت اللي لعيبة انت بالظبط عارف. في الفرقة. عندك بالمر، انزو، كايسيدو، دول دول التلاتة الثلاثه اللي فريد عندك عمار أساسيين. عمار السنه اللي فاتت قبل ماتش ارسنال طلع ماوريسيو بوكوتينو قال لك وي ار نوت بالمر اف سي، خسروا 5-0 بعديها. السنه دي لسه الماتش اللي فات خلص كام؟ 5-1 لتشيلسي من غير برضو بالمر. غير فانا بالمر. سؤالي هنا، هل بالمر هو اللي بيشيل تشيلسي، ولا تشيلسي من غير بالمر عادي فرقه جامده بمدربها؟ بص بالمر احسن لعيب في تشيلسي بلا منازع، يعني نقطه من اول السطر. بالمر كواليتي لعيبه، كواليتي لعيب تقيل قوي، وبالنسبه لي هو النمبر 1 مان في تشيلسي، مش هقدر اقول غير كده. بس الراجل من يناير اللي فات لحد قبل كاس العالم هو صفر، صفر بمعنى صفر. جه كاس العالم فاق ماتشين الناس طلعت بيه السما، اللي هو العادي يعني بتاع الكوره. بدأنا الدوري اول ماتشين صفر ومش موجود، اول ماتش تشيلسي يتعادل صفر ومش موجود، تاني ماتش ما لعبش اساسا. في لعيبه كويسه قوي في تشيلسي اقدر ابني عليها فرقه غير بالمر. اكيد في زي ما فريق كان بيقول في انزو، في انزو كايسيدو، طبعا. في جوا بيدرو دلوقتي بيثبت جواو ان هو بيدرو جاي في ولا- الساحه. دي صفقه جديده مع الفيريو. صفقه مرعبه دي، بس مرعبه. ده قصه لسه- حياته فيلم ده. لسه يعني تشيلسي ما اقدرش احكم عليهم دلوقتي، في لعيبه كتير قوي دخلت تشكيله ممكن مره واحده. ممكن نفار بس على حاجه ثانيه واحده بس. يلا. يا جماعه احنا كل ده احنا لسه في الاول، بس احنا بنتكلم بناء على المؤشرات المؤشرات معانا. اللي يعني احنا مش قدامنا. عايزين لا احنا مش بنتكلم هنحكم كده كده عشان فاينل يعني. انا حاسس ان لسه احنا بدري قوي. باين للناس ان احنا بنحكم. لا، لا، لا. او لا، لا، بتدي لا. من الاخر. لسه يا جماعه احنا في بتختم اول السطر. الموسم لسه زي ما بدري، كابتن بس فريد بيقول لكم. بالمؤشرات اللي ماشيه. المؤشرات طبعاً. يعني محتاجين تغييرات، يعني لسه في فاضل. بس تعديلات. عمار انا عجبني بجد الحته ده، فريد عايز اسمع رايك فيها. دلوقتي من 3 سنين في صحفي سال ماوريسيو بوكوتينو مدرب تشيلسي، قال له على بالمر في نجم الفرقه ومش نجم الفرقه، وهو اللي هيخلص لكم الماتش الجاي، وازاي هتلعبوا من غيره، كانوا هيلعبوا ارسنال الماتش اللي بعديه. حلو. قال له وي ار نوت بالمر اف سي، خسروا 5-0. هل انت شايف ان بالمر او تشيلسي فرقه النجم، او النجم بيشيل الفرقه، ولا لا المدرب هو اللي ليه الكلمه، والمدرب هو اللي بيحرك فرقه زي فرقه تشيلسي دي؟ خلينا متفقين، مفيش مدرب في العالم بعيدا عن ميسي وكريستيانو، مفيش مدرب في العالم هيطلع يقول لك انا فرقتي مبنيه على كذا. ليفربول نفسها عارفه ان صلاح هو نجم الفرقه، بس ليه انت عمرها قلت ما لي قبل كده ان هتتعامل. جوارديولا كان بيقول على ميسي ان اللعيب ده ما انا لسه قايل لك بعيدا عن ميسي بعيداً وكريستيانو. عن ميسي ما وكريستيانو. انا بقول لك ميسي وكريستيانو اللي اي دول مدرب هيبقى عارف ان دول special هم case. فرقتي. انا بنزل ميسي وكريستيانو و10 خشبات مش فارقه، تمام. انما بره عن الاثنين دول مفيش مدرب هيطلع يقول لك على اي لعيب في العالم او هينفخوا النفخه دي عشان برضو اللعيبه التانية. ما انا ما ينفعش برضو عشان ابقى ما انا احطش واحد من عليه الفرقه وعشان ما احطش عليه ضغط ساعات بقى اعلامي. الجمهور هو اللي بيكلف اللعيب بكده. يعني زيزو لما كان قاعد على دكة البدلاء وكان الجمهور كله بيقول زيزو زيزو زيزو، كل اللعيبه بتبص لزيزو، ده ساعتها معروف ان زيزو لعيب في الاهلي، الاداره والمدرب مش شايف ان ده نجم الاهلي الاوحد، بس الجمهور دلوقتي شايف كده. ماشي، ما هو الاداره في تشيلسي والجماهير عارفين ان كول بالمر من ساعه ما جه. م- طبعا هو لما جابوه من السيتي ما كانوش ما يحلموا كانوش إن ما بالمر كانوش هينفجر ما الانفجار كانوش ده. كان متوقعين. باين انه بروسبكت مهم، ولكن ما كانوش يحلموا انه يبقى بالمر زي ما صاحب بيعمل ال دلوقتي. 23 عام بالظبط. صغير ولكن لسه. لسه. ولكن هو في الاخر لا، هو تشيلسي بالنسبه لي انا بالمر هو رقم واحد، ولكن هو في لعيبه كتير قوي كويسه يعني انا اقدر ابني فرقه على بالمر وغيره. يعني مش لازم بالمر بس، لا مش لازم بالمر بس، انا عندي لسه جايب جواو بيدرو، خصوصا جبت انا عايز اقول لك جيتنز على من حاجه. دورتموند. عايز اقول لك على حاجه، انت بالمر عموما هو مش الفردي بحت. بالمر بيحرك الملعب حلو. بالظبط، لعيب بالمر جماعي عنده أكتر. ذكاء بان هو بيلينك ما بين كل الحتت اللي في الملعب. عنده الحته الفرديه، بيعرف ياخد الكرة ويروح لوحده ويسحب الضغط عليه وبعد كده يفضي اللعب او ينقل اللعب الناحيه التانية.
بس هو مش اللعيب الفردي، يعني مثلا مش ميسي، مش ان انا مستعد اخد الكرة من الملعب لاخر الملعب واروح، فاهم؟ مش همشي 2-3 واروح اجيب جون. لا انا ستايلي ان انا هو ذكي قوي في الملعب. ذكي في ايه؟ نفس فكره، باختلاف طبعا التشابه، بس كان نفس فكره دي بروين كده. لسه أنا كنت بعرف هقول لك تشبهه بمين من انا اللعيبة بقول تاني؟ لك مش دي بروين قوي، بس هو يميل ليه في فكره ايه، هو عنده ذكاء في الملعب قوي، هو ذكي. انا عارف مثلا الضغط بيميل لهنا، فانا هاخدك معايا وهموه بجسمي وافتح الناحيه التانية. انا عارف امتى احافظ على الكوره وامتى العب منها الفيرست تاتش، فاهم؟ فهو قراراته دايما صح، ودي مبنيه على ان المايند سيت بتاعته او عقليته فاهمه كوره، شارب كوره. شارب كورة. طيب لسه عند كلامي، نكسة جوارديولا دلوقتي بدأ الدوري، ما توجعش قلبنا كسب بقى. وخسر. هل الجماهير هتقدر تستحمل ان هم ما يكسبوش الدوري لتاني موسم على التوالي بعد لما خسروه السنه اللي فاتت ولا لا؟ بص اصل احنا بنتكلم في اصعب دوري في العالم، وفي ظل سنه احنا بنتكلم فيها حتى الان ما شفتش فرقه في الماتشين اللي اتلعبوا، شفتش فرقه ماسكه فورمه وبتقطع في وش اي حد. فهو حتى الان التوب 6 بتوع البريمير ليج كله متخبط، كله متخبط. يعني انا عايز اقول لك على حاجه، مين أنت الحصان عندك- الاسود بتاع البريمير ليج السنه دي توقعك؟ يعني توتنهام لحد دلوقتي بدأ توتنهام بدايه طبعاً. حلوه. اقول لك مين تاني؟ السيتي مش مفهومه، تشيلسي مش مفهومه، ارسنال مش توتنهام يا جماعة مفهومه، من يونايتد أفضل مش الليج. مفهومه. هي يونايتد فين يا عمور؟ لا بس توتنهام مش مانشستر هتبقى حاجة. يونايتد فين يا عمور؟ مانشستر يونايتد بتصارع من اجل البقاء. بتدور على كونيا ومبويمو. يعني اموريم هو بجد والله مش عايز اقول حاجه. انا بيصعب عليا لما الفرقه نقطع تبقى في زي الراجل. يونايتد كده من أكيد، من أكيد. من, من مش عايزين زمان. نقطع في الراجل، بس روبن اموريم هو رابع، لا اسف، خامس اسوأ مدرب في الدوري بعد الثلاثه اللي لسه صاعدين من الشامبيونشيب، وبعد جراهام بوتر مدرب ويست هام اللي هيمشي ممكن واحنا قاعدين بنتكلم يا كده راجل خاطر. بس جرام بوتر كان مع برايتون كان لما كان مكسر بقى. الدنيا. لما كان اتفرج ده على ويست جرام هام بوتر دلوقتي، كان عبقري يعني. اتفرج على ويست هام دلوقتي كان. مش عارفين ماشي انا يلعبوا معاك. مش عارفين يلعبوا ويست هام كورتين راحت في داهيه. روبن ابوريم هو خامس اسوأ مدرب في الدوري، محتاج يمشي. كل ال 15 فرقه اللي فوقيه هم احسن منه بكتير، ايا كان مدرب مين، مدرب استون فيلا، مدرب برايتون، ايا كان الاسم اللي هتقوله فهو احسن من ابوريم. مانشستر يونايتد يستاهل مدرب احسن من كده، لان انا مش معقول يا جماعه ابقى محتاج اكسب وبرضه لسه ببدل لعيب بلعيب وبرضه مصر. العند بتاع المدربين ده بيعصبني قوي، المدربين اليومين دول بس بقى في عند عند بيجيب. في عند بيجيب. في عند في عندي بيجيب زي بتاع ريبيرو في الاهلي كده لما يجيب في كام. عندي بيجيب. بص هو مصمم برضه مفيش فايده. في عندي بيجيب في عندي بيجيب. اسمع مني هيفرق- اسمع مني، هي دي هيفرق- مسجله الكاميرا معايا. في عندي بيجيب وفي عند الناحيه الثانيه لا خلاص حبيبي غير. هي مش جايه لما يبقى في العيب مش في يومه خلاص طلعه، لما يبقى خطه مش ماشيه غيرها. مش لازم اسطمبه، هو اول بيعمل اسطمبه. يعني الماتش الاخير هو متعادل وعايز يكسب، بيطلع مهاجم بلاش تاخد الانقح. متعادل وعايز يكسب، متعادل وعايز يكسب، بس طلع سرد باك وباك يمين ونزل باك يمين وسرد باك. حلو. ممكن اقطعك لا في إله إلا حاجه الله. والله إيه يا لحد حبيبي ما انا كده ماليش فيه، او انا بشوفه مدرب مش هيحقق اي حاجه. لو انطبت السما على الارض مش هنوصل لحاجه مع اليونايتد خلاص. هي دي لعنه، انا مش عارف الحقبه طب دي ايه اللي هتنتهي يرجع إمتى. اليونايتد ان هي تبقى اليونايتد بتاعت زمان؟ مدرب. والله العظيم سيبك مدرب؟ ماشي، انا معاك انها عايزه مدرب. انا عايز يعني انا عندي سؤال. ماتش اسمعني بس، هي عايزه مدرب 100%. انا معاك، اتفق معاك. لا اصل في صفقات، بس في نفس الوقت ما هو في صرف. بس الصفقات سبحان الله اي لعيب بيروح عندهم بيتوكس. يا راجل ده احنا ودينا كريستيانو رونالدو جاله سعار هناك، ما كانش فاهم كان قرب ينسى كوره هناك. ما هو اللعيب بيتوكس عشان خاطر ما فيش حد. ما يا جماعه بص، انا بس ما بحبش فيك حته ان انا ايه، انا لعيب كوره انت جامد فشخ في ايا كان انت بتلعب فين، فيلا يا باشا انزل العب لوحدك. اللعيب هيلعب ما عنديش مشكله، بس يا جماعه ما هو في الاول وفي الاخر دي لعبه جماعيه. يا جدعان انا بحترم كلام الراجل ده. يعني الفرقه اللي تاخد كريستيانو رونالدو تخليه يكره حياته، اعرف ان يعني اظن معلش. المقياس باين. هو بس معلش ابو قرع ده، عشان بس انا ده من اكتر البني ادمين اللي بكرههم في حياتي. فكره ان تين هاج يطلع يقول انا مش محتاج كريستيانو، ده مدرب يتعدم في ميدان عام ونقول له مع السلامه. طب يعني فاحنا مش هنتكلم على تين هاج لان ده مش مدرب، ده بالنسبه لي مش بني ادم اصلا. مع ان هو يعني هو الله تين يكون هاج في اللي كان عون- عبقري مع اياكس. الله يكون في عون مشجعين باير ليفركوزن، راح لهم تين هاج ولوكاس فاسكيز بعد يعني هم بعد المفروض السير ينتهوا. أليكس. بعت لهم كارثه يعني اول بعد مرة. السير بعت اليكس لهم كارثة فيرجسون امبارح. انسى قلت لهم خلاص. خدوا بعد فاسكيز. السير اليكس فيرجسون والكتاب بتاعه والقصه بتاعته انسى ان انت تلاقي. لا بص يونايتد بص تاني. الخص لك الدوري من وجهه نظري الشخصيه. بالظبط. ارتيتا هيفضل معيشنا في حقبه التاني
يلا. خد يا الامر ماشي. تمام. والله ده انا ده بيصعب عليا، ده أنا بالنسبة بيصعب لأرسنال. عليا. حلو. انا بيصعب عليا، هيفضل معيشنا في حقبه التاني. تمام. تشيلسي انت فرقه معاكي فلوس، هتفضلي تزهقينا بصفقات وهتقعدي توعدينا وعقود كدابه تمام. وهتفاجئينا بماتشات وبعد كده تنزلي مستواكي تاني. تمام. اليونايتد يعني اتمنى لو انطبقت سما على الارض مش هنوصل لحاجه. تمام. بس انا اتمنى ان انا اشوفها تاني فرقه. كمل خليه يكمل الفرقة، خليه يا راجل كمل. ما تديها، لا ادي بص فرصة، بص. ادي فرصة. في هو فرق منهم، فريد في فرق منهم، بيتنبأ. في فرق منهم مش مبنيه على الموسم اللي فات. يونايتد مبنيه على ال 16 موسم اللي فات. كمل يا فريد، ها كده قلت تشيلسي يونايتد. مبنيه برضو على طب التابع. ما ليه تشيلسي لسه؟ اخر موسم عدل ليها كان 2020 ولا 2021 فاهم، لما خدوا الشامبيونز ليج. هم لسه كاسبين كاس العالم للانديه، تمام. مش بطوله أيام ضعيفه فيرنر يعني. يعني لا انا بس عايز اقوله ندي فرصه للمدربين ان هم يشتغلوا. يعني ماريسكا داخل عليه حبيبي 4-5 نص لعيبه الفرق اللي انا بقولها لك دي ما هي نفس المدربين. لا بقى- اموريم نفس المدرب، ارتيتا نفس المدرب، ماريسكا لا، نفس معلش، المدرب، معلش. سلوت نفس المدرب. حلو ارني سلوت. انا قلت لك ايه مشكلته. ماريسكا بالنسبه لي لعيبه كتير قوي دخلت والقلب الدفاع الاساسي بتاعه اتصاب وجاله صليبي مع السلامه. ناحيه ارتيتا الراجل يا جماعه بقى له 5-6 سنين بينافس من غير مهاجم. انت هتقول لي هافرتس وخيسوس ماشي. مهاجمين؟ ما هو انا النهارده الراجل جاله الموسم ده مهاجم بقى، اهو السنه دي الموسم جايب ده السنه اللي فاتت 42 جول. طيب. طب ما ومع نديله ذلك فرصة. اول انا ارتيتا واخد فرصته وزياده. خلينا متفقين ان ارتيتا ده مبتدي واخد يعني فرصته انت قلت وزيادة. ارسنال تاني، انت هيفضل تاني مستمر على بس المركز التاني. الحاجه الوحيده اللي هديها فرصه حلو. فيها ان هو انا عايز اشوف بوجود جوكرز. انت بقالك سنين عمال مستني تطلع لي مهاجم. تاني مستني مهاجم. مين أديك جايب مين مهاجم. اكتر فرقه حسيت ان لعبها جامد في الاول اول السيزون في البريمير ليج؟ اول ماتشين اكشلي 3 ماتشات. اوكي. نعم. لعبوا سوبر اوروبي اسطوري قدام حلو. باريس سان جيرمان ما يستاهلوش يخسروا خالص. طبعا بعد ما كانوا كسبانين يرجعوا في النتيجه وضربات كسبوا جزاء السيتي 2-0 مع الرأفة. كسبوا السيتي 2-0 وكان ممكن تبقى اكتر. توماس فرانك مدرب بجد، راجل بيذاكر. انا بحب قوي المدرب، بحس انه مذاكر عبقري. يعني الراجل عنده خطه، بيكتب بيقعد بيذاكر، عارف كويس قوي هو بيلاعب مين. ما عندوش بقى حته ايه، بص انا هحط خطتي ايا كان بلاعب مين. لا هي مش عافيه. انت ممكن تعمل كده لما معاك افشخ لعيبه في العالم، فهم كده هيدوك الكواليتي اللي هيدوك انت كده عايزها. صح. هو عارف ان هو مش في كل المراكز، ان لم يكن في كل المراكز اصلا معهوش لعيبه توب كلاس. انا قول لي لعيب واحد في توتنهام يتقال عليه وورلد كلاس. لا هي فرقه مدرب طبعا. لا هي فكره مدرب. بالظبط. توتنهام بالنسبه لي حتى الان عارف بتفكرني بمين شويه؟ آه. بتفكرني بمين؟ بلاستر سيتي لما كسبوا الدوري، ان هي كانت فرقه كان معاهم طبعا فاردي وكان معاهم محرز. 2016 كانت فرقه كانت معجزه. صعب قوي كانت معجزه ياخد الدوري. بس اتمنى بيفكرني بالظبط. توتنهام كفرقه طبعا، هي كفرقه وكاسم اقوى من لاستر بكتير طبعا. يعني طول عمرها مركز خامس. انا توتنهام دي على طول خلينا بحسها رقم خامس. نخلص الدوري ده. فزي ما بقول لك لو جاي تتكلم انت عندك السيتي، انا مش فاهم حاله التخبط دي هتخلص امتى. انا مش فاهم الحاله اللي جوارديولا جمهور مش هيستحمل. لا يعني مع ان انا عايز اقول لك على حاجه يا عم. سيبك من فكره الجمهور، لانك لو بتتكلم واقعيا يا جماعه انا واخد الدوري الموسم اللي قبل اللي فات. يعني انا مش محروم من البطوله. فاهم؟ انت متخيل يعني ايه واحد على الاكسبكتيشنز بتاعه الجماهير لدرجه ان انت اما تتعثر موسم واحد بس تبقى مش هستحمل. يا راجل ده ليفربول اللي احنا بنشكر فيها عشان هو اللي عود الجماهير على كده. هو اللي عود الجماهير وهو اللي عود الناس ان هو على طول بيكسب. يبقى هو مش في فشل، هو في فشل مقارنه بالنجاحات الخارقه اللي هو حققها. فاهم؟ انما انت السيتي دلوقتي في حاله تخبط which is ده طبيعي يا جماعه. واحد في اخر 8 سنين واخد 6 بريمير ليج، ده رقم مرعب. جبت لكم تشامبيونز ليج وجبت لكم البريمير ليج وخدت لكم الكاس وخدت لكم كل ما هو موجود. خلاص انا مش مطالب مني حاجه، ده غصب عني. اللعيبه اللي معايا جالها تشبع، فانا في حاله ان انا تعالى جدد بقى لعيبه، تعالى نغير السكواد ده من السكواد ده. فهو فعلا بيعمل ده. وعندك مثلا ايه اللي انا بس مش فاهمه، هو التحول من ماتش وولفز ال 4-0 اللي انا برضو شايفه كان فوز خداع شويه. هو ما كان السيتي ما كانش في احسن حالاته، بس في نفس الوقت شفنا برضو حتت يا سلام رايندرز بالفرديات بالشيب باس اللي عملها. قلنا لا ده شكله هيبقى موسم حلو. ما هو بالنسبه لنا انا ما كنتش شايف ان هو احسن اداء وكسبان 4. يعني اللي جاي رعب. ده انت لو حسنت الاداء اللي جاي رعب. ففجاه تفاجئني تقوم واخد 2 وغلطات بقى كارثيه. اول مره من فتره كبيره مانشستر سيتي يخسر في ملعبه الاتحاد. لا هو هو انا مشكلتي مع جوارديولا حاجه. هو زي ما فريد بيقول فعلا هو ممكن يكون في لعيبه حصل عندها تشبع. لا بس انا مش دي مشكلتي. مشكلتي في توهان في الملعب. اللعيبه تايهه. يعني انا مش فاهمه ادوارها. اللعيبه مش فاهمه ادوارها. يعني مرموش لا منه طايل وينج ولا منه طايل 9 ولا منه طايل 10. فودن قاعد على الدكه. طب جندوجان اصله ماشي.
رايندرز لعب ماتش وماتش التاني ما لقيناهوش خالص. هالاند ما بيجيلوش كور فما بيجيبش جوان غير لما تجيله كور مفروض. لا فريد قال حاجه لاعب عجبتني، وسط اللعيبه بقى عندها اللي هو تشبع ماشي. شويه. ماشي ما هو عشان كده بيغير، ما هو عشان كده ما هو بيغير. هو مفيش زي ما عمار بيقول مفيش. طب انت الرول قلت لي المتفق كده عليه. ايه الانسنتيف او ايه الحافز للعيبه بتاعت مانشستر سيتي لما يكون فرقه ناجحه جدا ومدرب نجم، يعني ان هم يرجعوا تاني ويرجعوا ينافسوا كل حاجه ترجع بص زي ما هي؟ الحته دي الحته ايه دي الحافز؟ الحته دي حته جوارديولا مليون في المية. انت لازم تكوميونيكيت مع اللعيبه، تفهم. انت عندك ميكس ما بين شويه القديم وشويه الجديد واللعيبه اللي كانت متعوده ان انا واخد اساسي زي فودن، انا شخص عنصر اساسي، دلوقتي انا بدك. لعيبه جديده جايه ولسه عايزه تحقق، لازم تهندل الحته دي. للاسف زي ما عمار قال، هو من نوعيه المدربين اللي ما عندوش عزيز، اللي بيديني هينزل، اللي ما بيدينيش انا مش هتفرج عليك ولا هستحملك ولا هستناك ولا هفكر فيك، انت اوبشن بالنسبه لي انتهيت. فاللي هينزل يديله في الملعب هو ده اللي هيعمله عنده، بس بيبقى دايما لعيب او لاعبين هم دول الاعمده الاساسيه. زي مين؟ زي مثلا رودري، لو في حالته رودري ده هيبني عليه العشر لعيبه. روبن دياز في الدفاع مؤخرا هيبتدي يحط رايندرز في الحسبان، باختلاف ان هو لسه بدري، بس رايندرز لو كمل على مستواه لا رايندرز هيبقى اساسي. اتمنى ان هو يدي فرصه لمين؟ ادي فرصه لشركي. شركي ده لعيب عالي قوي، شركي موهوب. انت بينقصك المفتاح ما بين مكان دي بروين، انت ناقصك المفتاح ما بين النص الملعب والدفاع للحته الهجوميه. شركي بيعرف يعملها كويس قوي، لما اديته فرصه نزل جاب جون. فيعني ابني عليه الفرقه شويه، حطه في الحسبان، بطل شيله من حته الدكه. اقول لكم حته كاتشنه. يلا كاتشينا. مايك معاك يا باشا. جوارديولا لو ما عدلش الدفه السنه دي هنقول له مع السلامه. هيروح فين بقى؟ متوقع. هو انا جوارديولا عشان قعدت تسالني اسئله اداريه قوي. هو انا كنت شغال ايديه. قال لي بقول لك ايه، لا انا لا هساله كده مخصوص عشان بالظبط. فريد. قال لي بقول لك ايه، دي بروين هو اللي مشي ولا الاداره مشيته؟ انا اللي قلت لك اي حاجه ابقى كداب، اي حاجه اقولها لك ابقى كداب. هتقول لي عرفت منين؟ يعني انا ممكن اجاوبه هيقول لي عرفت منين. جوارديولا لو رايك اكيد هو ممكن يبقى عندك جوارديولا هو بجد يا جماعه هو بقى شبعان فقد بزيادة. الشغف. وما استبعدش ابدا انه لما يطلع من السيتي يريح له سنتين ثلاثه في البيت ما يدربش حد اصلا ان لم يكن 100%. ممكن يعتزل التدريب عادي ولا اتمنى بقى العبقري كلوب يرجع بقى. اوه نشوفه. واخد اجازه هو وحشتنا بقى. سنتين. اجازه طويله واخد قوي. اجازه وحشتنا بقى. يا راجل كفايه ساحل. لازم اي حد كريتيف. هو مصيف دلوقتي. كفايه ساحل بقى مش كده يعني. ودلوقتي معانا فقره جديده كاتشانا. جاهزين؟ جاهزين. دلوقتي لعبه اسمها لعيب في ورقه. هفنط 3 ورقات على الترابيزه، كل مذيع فيكم 1 2. لا انا ما بثقش فيك. لا لا ستوب. ايوه ايوه عدلي بس تاني، عدلي قلب لي كل الورق ده تاني. الراجل ده صاحبك حبيبي ما تعملش. لا ما بثقش فيه. 2 3. دلوقتي ماشي. كل ورقه هيكون فيها اسم لعيب، في ورقه مش هيكون فيها اسم لعيب، ورقه فاضيه خالص هيكون مكتوب عليها ولا اي حاجه. جاسوس، الجاسوس اللي فينا كل شويه هنقول كلمه هنعرف مين اللعيب ده، والجاسوس هنحاول نوقعه. طيب يعني يلا بينا. لحظه واحده بس، يعني احنا من الاخر الثلاث ورقات دول 2 ورقتين منهم مكتوب فيهم اسم لعيب، التالتة مكتوب التالتة عليها مش مكتوب الجاسوس. فيها ما اعرفش مين اللعيب. بالظبط. فاحنا واحد فينا كذاب من الاخر، في واحد فينا كداب. والكذاب ده لازم يتعايش معاه. يلا بينا. مش كده كده انا كذاب. يلا ماشي ابدا انا. ابدا انت. ها وينجر. ايمن. ممتع. هداف. ارتو. القطمه. ايه قطمته. القطمه بتاعته. اه لعيب دولي. رقم المفضل 7. ماشي. اقول لك ايه عليه، مش عايز احرقه. لا يعني ايه مش عايز احرقه؟ يعني مش عايز اقول حاجه تتجاب عليه. قول ما اي انت ممكن حاجه. تكون كذاب، انت ليه عمال تدقق لازم معايا؟ تقول كلمه عليه. ماشي. رزيع. وكده وصلنا لاخر راوند. دلوقتي كل واحد فينا هيتوقع مين هو الجاسوس اللي معانا. قول. فريد. كذاب من اولها، كذاب من اولها. فريد. كذاب من اولها. يا جماعه بيقول لك مش عايز احرق. رزيع. لا 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 بص، هو اول ما انت قلت وينج وانا قلت طبعا انت عارف انا رايح فين. خلاص فعرفت ان هو قول كده بس. ما عرفوش فقلت خلاص يعني طب كده. تتوقع كان مين هو بقى؟ واحد فيكم كذاب، وانا حسيت ان هو راح ناحيه رونالدو، مش عارف ليه، بس هو مش رونالدو. لا
ماشي طبعا ادي لك واحده زياده. طب اقول لكم على حاجه كملوا. طب استنى انا هقول له واحده زياده أقول ممكن واحدة زيادة، يعرفها. أنا أقول واحدة زيادة. هو اسمه طيب وينجر ار2 مشهور بالار2. اوكي دولي. ما كده كده طب بفكر استنى في ده. مصر. مصر يا عم هقول له كلمه حلوه قول له بقى قوي. انت كلمه اللي انت كنت هتقولها بس هقول. ما تقولهاش على اسم لعيب دولي. على اسم لعيب مش دولي. مصري. يعني سموه على اسم واحد كان بيلعب بره مصر ليجند. زيدان. ده ماشي ما عرفهاش برضه. ما عرفهاش. طب كمل طيب. وانا اجيبها. اديله واحده كمان. ماشي اديله واحده كمان. فرنساوي مش هو اللي فرنساوي مش يعني فاهم. الاسم بيشبهوه. اللي كان متسمي عليه فرنسا. طب بصوا يا جماعه عشان انتوا بس ابتديتوا تلخبطوني. هو ايمن وينجر. أيوة. تمام ايمن وينجر يبقى بيلعب وينج شمال. 7 ورقمه المفضل 7 وار2 وار2 وعلى اسم وابن بلده لعيب- قوي. على اسم لعيب دولي من فرنسا. تريزيجيه. الحمد لله على اوه السلامه. الحمد لله لا على يا شيخ السلامة. نكدت عليا بس مش ار2 يعني. جاسوس. على مش اعتبار- R2 والله. على اعتبار وبكده يا والله جماعه ما فريد عرفوه. طلع هو اللي جاسوس. ما عرفش طبعا من اول الصراحة يا جماعة مره هتقفش ولا في تاني 3 مره ثواني. ولا تالت مره. يعني كان حتى لما لمحنا له قلنا له حاجات برضه ما عرفش. طب المشكله في مين كده؟ اكيد فيا مش أنا. كده في تريزيجيه كده. خلاص هي كده في التريزيجيه عشان الوصفه بقى. معلش بقى يا جماعه بما انكم عرفتوا اللعيب تمام. تريزيجيه ما عندوش ار2. يا عم رقمه حرام المفضل عليك. 7. لا رقم المفضل 7 طبعا. حرام عليك. لا ممكن هو فريد قصده يا ممكن راجل يبقى الراجل- بيلبس 7 الراجل بس بقاله رقمه 15 سنة المفضل بيجرب مش 7. الأرض وبتظبط معاه. اي نعم مره كل 100 سنه بقول بس لك ايه بتظبط. ده هو في الماتش 36 كوره كورتين منهم هتروح. أيوة. وانا يا جماعه سبحان الله بيبقوا الاثنين في انا المنتخب فربنا متفاهم بيكرمهم. متفاهم جدا ان فريد ما عرفوش لان فريد من اول الحلقه وهو ضده وهو شايف ان هو المفروض يمشي حظ عند ولا- انا الأهلي. لغيه فانت ولا لاغيه جيب- اصلا ولا من جيب اللعبة. لا ما من تحبسونيش الحسبان. انا مش قصدي بعشقك يا تريزيجيه عادي يعني. مش للدرجه دي يعني. ما عنديش مشكله شخصيه معاك. وايه يا جماعه ده فريد مش عارف حاجه خالص كده. يعني معلش هديله فرصه. نديله فرصه بقى المره لا، لا، الجايه. لا. انا نفسي طلع الظروف هو اللي تتبدل. جاسوس. نفسي الظروف تتبدل ويبقى واحد فيكم امبوستر. لعيب في ان ورقه. قال كلمه واحده هنجرب. ماشي. جرب. وعايز اشكر فريق الاعداد جدا على اللعبه دي. يعني سقف لهم سقفه جامده يا جماعه جدا. انا يا جماعه مش هشكركم عشان انتوا زنقتوني. لا، لعيب في ورقه. وفتحتوني فخلاص مش مشكله. احلى حاجه قال لك ايه رزيع بس وانا هقفل بس دي انا هنا. بس انت ويا طيب اللي قال لي ار2 ايه اللي ما جابهاش من يوم ما اتولد. ده هو بيتمرن عليها لحد النهارده. مش عايز احرق. عايز بس أزعل. طب وكده خلصنا لعبتنا اللذيذه. دلوقتي تعالوا بينا يلا بينا نكمل بقى كاتشانا. يلا كاتشان. بينا، كاتشان. طيب دلوقتي هسيب المايك مع فريد ومع عمار. حاسس ان انتوا عندكم اسئله حلوه كده في البريمير ليج. طب اقول لك أنا على معاك. حاجه. قول لي يا باشا. انا هحط لكم انا حاجه. يلا توقعاتك كده. يلا توب 4 بريمير ليج رتبهم لي. مين اللي هياخد توقعاتي الدوري للتوب وتاني 4 وتالت بريمير ورابع؟ ليج. ليفربول، تشيلسي، مانشستر سيتي، توتنهام. مش انسى تشيلسي تاني دي. انا مين مراهن سهل؟ على تشيلسي. انا مراهن على تشيلسي. ماشي يلا. ارسنال، ليفربول، حلوه منك. توتنهام، السيتي، تشيلسي، يونايتد. فريد. بره. ماشي. ليفربول. تمام. ارسنال. السيتي. توتنهام. حلو كلنا متفقين. أو توتنهام تشيلسي. بس- عادي حلو. برضه. بعد لما اتفرجنا على كام ماتش كده ده لذيذ. لسه ماتشين. ماتشين يعني. لسه فاضل 36. يعني. دلوقتي مين اللعيب اللي شايفينه في البريمير ليج اندر ريتد وممكن الفتره اللي جايه نشوفه يلعب في التوب بص، 4 هو توب مش 5؟ underrated. هو مش ممكن معلش اقول دي بس قول، والنبي عشان قول، اهري. قول. هو لعيب مش كبير. مقدرش. هو اللعيب سنه كبير اوكي بس انا بحبه قوي. كريس وود أوكي. بتاع نوتنجهام مهاجم مجنون. كراوتش. بص، يمكن لو اتحط في حسام حسن الجديد. يعني مثلا حسام مثلا حسن فاهم. الجديد. بس هو سنه كبير. حلو. فهي عشان كده دي مش إجابة مدياله حلوة. اريحيه. دي مش مدياله اريحيه ان هو يروح من نادي لنادي فاهم. او يبقى في حته اعلى من كده. بس انا والله مهاجم شايف برقم إن- 9. إن الراجل هو بيشتغل وهو ساكت. الراجل بيشتغل والراجل بيدي هو underrated عامة وبرده على السيزون اللي عمل السنه اللي فاتت يعني. بالظبط. الراجل مكسر وفي الدنيا. نفس الوقت انت عاملها مع مين؟ تعملها مع نوتنجهام كانت لسه تلعبوا صعبة. فين يا عمار لو هتديله فرقه يليق على طريقه لعبها يعني في التوب 4 او توب 5 يلعب فين؟ توب 4. اه بعيدا عن جوكريس كنت هحطه في ارسنال. برافو عليك. لأن أنا هو بعيداً مهاجم عن صندوق جوكريس. قوي. مهاجم يعني صندوق كريس وهي مهاجم أرسنال صندوق عايزة يعني. كده. وهي ارسنال عايزه واحد بيخلص الاجوان يعني. انا بالنسبه لي اللعيب اللي مش اندر ريتد وللاسف الشديد هو مكروه قوي. مش عارف الناس بتكرهه ليه بصراحه. بس انا شايف ان هو بادئ بدايه كويسه قوي والمدرب مقتنع بيهم. قعد له واحد دكه يعني ما ينفعش يقعد دكه بصراحه. فاجئني. ريتشاردسون. اوه ماشي. سولانكي اللي جاي اكتر من 70 مليون من بورنموث. توماس فرانك قعدوا دكه. بيقدم الادوار اللي توماس فرانك عايزها. بيضغط من قدام. لعيب نادرا ما بتلاقي مهاجم عنده استعداد يهين نفسه يعني كرويا يعني طبعا ان هو يضغط ياكل ويبذل- النجيلة. يضغط ويبذل مجهود.
ما حسام بقيناش حسن نلاقي بالظبط. الحتة دي يعني. بجد. لا إنما- لا لا إنما حسام حسن بصراحة حسام حسن كان هو بيقطع بيعمل- رجله في الملعب. يعني بيقطع رجله اتمنى والله. الناس بس تخف على ريتشاردسون شويه، لان هو بصراحه، وعلى فكره في لعيب تاني برضو يعني اكيد اللي بيتفرجوا على البريمير ليج عارفين يعني، بس انا بحبه حب شخصي يعني. مين؟ محمد قدوس برضو، هو قدوس مم. جميل. هو وينج على يمين، قديمه جاي لا لا من وست قدوس هام. مع جاي من وست جاي هام من راح وست على هام، توتنهام راح توتنهام. صفقه اندر ريتد جدا، ما اعرفش ازاي اتسرسب كده، راح توتنهام ما حدش بص عليه يعني. بيبقى لعيب نكد علينا في ماتش كواليتي. المنتخب قدوس ده، عارف. خد بالك لو تفتكر. كواليتي، هنتفرج عليه في كاس الامم، هيكسر هيكسر الدنيا الدنيا. وعفانه. لعيب كواليتي عاليه قوي، وبيقدم حتى الان يعني بدايه سيزون مع توتنهام فوق الخيال. حلو. ننقل بقى على الكلاسيكو. المتعة اديلكوا الحته دي هنا كده. المتعة واحده النهارده. واحده النهارده. واحده النهارده. يلا يا عم النهارده. واحد ينسون طيب. يلا. النهارده حلقه جديده من بودكاست كاتشانا. دلوقتي بسم الله ما معانا شاء الله. الدوري الامتع في العالم، الكلاسيكو. برشلونه ريال مدريد. دلوقتي برشلونه انا شايف ان هي فرقه بقى عندها شخصيه جامده جدا، بعد لما اتاخرت 2-0 تكسب 3-2. لعيبه عندها دم، روح، متعه، كل اللي تعرفوه. ريال مدريد مع تشابي الونسو بيحاولوا يبنوا المشروع الجديد، وفرقه يعني كسبت اول ماتشين، في استقرار، في استمراريه، في لعب كويس. فكاتشانا بص انا هحترم ان انت بطل الدوري، وهقول لك ابدا. يا جمالك. شفت الاداء؟ طب هو تاخد دي برضه بقى، البطولات اللي خدتها منك تديني الحق. تاخد مني دي يا عمار. يلا ماشي فريد بقى. اوكي. اوكي فريد بقى عشان هو العريس النهارده. اديني. فريد بعد لما يعني دلوقتي برشلونه بقى لهم 5 ماتشات متتاليه بتكسب ريال مدريد. ريال مدريد متاخره 5 ماتشات، مش ماشي. عارفه تكسب برشلونه خالص. ماشي. برشلونه دلوقتي بتقدم متعه، بتقدم شخصيه الفرقه اللي عندها دم، اللي لما تبقى بتخسر 2-0 ترجع 3-2. ماشي. فاخر سؤال هساله لك، هجيب لك من الاخر كده، اخر ماتش لعبوه مع الكومباك، هل ده بيرجع لشخصيه فليك والتكتيك بتاعه، ولا دي روح اللعيبه والشابه اللي سنها صغير ان هي تقدر عندها حماس ترجع من 2-0 ل 3-2؟ ماشي. هي نقطة من أول السطر، فليك واللعيبة في نفس الوقت. دي هي بتبقى حاجة دايما عند اللعيب. الكامباك عموما الريمونتادا موجودة جوه أي لعيب بيلعب كورة. اللي بيسحبها منك واللي بيطلعها في الملعب المدرب. فليك اثبت لنا ان احنا الريمونتادا دي خلاص ابتدينا نشتريها. انت من الموسم اللي فات كل شويه تخسر 1-2 هوب ادي 3-4 مغلوب. دي عقليه اصلا ما كانتش عندنا. فانا هنا هنسيبها لفليك اكتر من اللعيبه، لان انا ما شفتهاش الا على ايد فليك. انا ما كنتش متعود على الريمونتادا دي الا على ايد فليك. فليك ده بالنسبه لي لو جاي نتكلم بجد تمام، بعيدا عن خلاص ان انا متعود ان انا ادوس على مدريد، بس لو جاي نتكلم بجد بعيد عن الهزار، يا راجل 5 ابتدى ماتشات يجيب لي متتاليه جنان. مش عارفين هنخلص تكسبوا بقى برشلونه. من الشغلانة. 5 يجيب لي ماتشات جنان. متتاليه ريال مدريد مش هو عارفه عارف تكسب إزاي؟ برشلونه. 3 بطولات يا باشا. احنا اولاد النهارده. 3 بطولات ما إحنا باخدهمش ولاد غير منك. فخلينا في اولاد النهارده. في اولاد النهارده لو جاي بنتكلم بجد بقى، انا مش مبسوط ببرشلونه في اول ماتشين. قول لي ليه؟ ليه؟ شفت كلمه الحق دي؟ تمام. تعالى نتكلم منطقي. انا كسبت 3 اول ماتش تمام، بمستوى انا مش فاهمه. الفرقه مطرود منها لعيبه وانا مش عارف اجيب الماتش اجوان. خلص في اول 20 دقيقه. ده انا جايب ماتش في اول ماتش 20 خلص دقيقه. في انا 20 جايب دقيقة. انا خلاص انا جايب جونين ومطرود انا جايب منهم واحد. جونين بس ومطرود خلاص. منهم شكرا. لعيب ومش عارف اجيب جون. دي بتبتدي بالنسبه لي تحسسني ان اللعيبه ابتدى يجي لها حاله تشبع او ثقه زايده. ثقه زايده من ايه؟ أنا كده المفروض كده فليك راجع. فليك من المدربين ان بتاع انا كسبان 4 كسبان 5 يلا نحط جوان. انا مش بتاع نهدى على الكوره ونعمل، لا انا بجيب جوان. فاما تيجي في الاخر ابتدي الاقي رتمي ان انا كسبان في اول 20 دقيقه اجيب جونين، اما يطرد منهم لعيب مش عارف اجيب جون. طب ازاي خلصنا من الماتش ده خالص؟ اولا في كارثه بتحصل مع برشلونه. اروخو لا يصلح يلعب اوف سايد تراب. فليك هو لو لا يصلح عملت يلعب ايه كورة انا مش عامة. عارف انت شايف ايه في اروخو. والله العظيم ما عارف يعملها يا جماعه، بيعملها غلط. طب يا فريد، ما هو معذور، ما هو انيجو مارتينيز مشي والاداره ما جابتلوش حد. ازاي مشيته؟ ما انا لا، من دي الاول بقى مشاكل ازاي؟ إدارية ما انا دي بقى. ما اقدرش اتكلم في، انا دي يعني- بنفسي ما عنديش طب المعلومات. طب طب لا لا ازاي لا خرجت مش مارتينيز هنقدر من نتكلم الفرقه؟ فيها. ازاي وما خرجت جبتش مارتينيز بديل. في الفرقه وانا ما عنديش بديل؟ اي كلام متجهز هيقوله لي هو بيعشق كريستنسن. فليك. ما انا لا، بعشق. وليه بيعشق فليك. ليه حق. لازم أي- عشان بص اي مشجع باشا، برشلونه اي لازم مشجع يحب هانز فليك بعد اللي برشلوناوي عمله. عاشر. انسى بقى شاف قرف كتير 2015. قوي ده. انا شفت يا جماعه مع احترامي الكامل للمدربين دي، لويس انريكي اللي كان معاه اقوى نسخه في تاريخ الكوره الام اس ان، واللي الناس بتديله كريدت، وانا شايف ان انت اقل واجب اللي انت كنت الحقبة بتعمله. الزمنية. اقل واجب اللي انت كنت بتعمله. انت معاك ام اس ان دول هيغزوا العالم. انت لو مش واقف بره هم هيعملوا اللي لا، هم بيعملوه. وراهم مين؟ ها؟ تمام. تعالى يا باشا بقى احضر بقى الكوارث اللي بعد كده. ارنستو فالفيردي
ماثيو باك شمال في ماتش اليوفنتوس خدنا 3 على وشنا مش عارف ليه، تاتا قررنا مارتينو. نلعب ب3. تاتا مارتينو، كومان. انا عشرت شافي. مدربين، شافي، انا عشرت مدربين يا جماعه. شفت دي يعني بقول احنا لك. لو بنحط تشكيله بلاي ستيشن مش هنحط اللي انتوا حاطينه ده، مش هنبقى مقتنعين بيهم. 100%. تمام. مع لعيبه بقى اسامي، عندك ارجع شويه كده، عندك ديليفو وترينكاو وديباي ايه اللعيبه دي، أسامي- واوسكار منجويزا. مين اللعيبه اللي يا راجل، أنا بلعب بباك يمين ديستو وسيميدو. شاف أنا كتير عشرت جيل ما عمار، يتشافش. شاف كتير. طب شاف عمار كتير. يعني سؤالي هنا، هانز فليك ينفع يدرب مين؟ يعني يصلح لتدريب مين كمدرب ان هو فرقه ما يمشيش مثلا؟ من برشلونه. لا لو هانز فليك هيمشي من برشلونه وهيمسك فرقه، مين الفرقه اللي هتبقى مناسبه قوي معاه وهو هيبقى مناسب قوي ان هو يرجعهم بايرن بطريقه ميونخ طبعا بايرن ميونخ. ما هو راجل مسكهم راجل خلاص. الماني، عقليه المانيه، فهو اكيد يعني ما يعني يرجع تاني بايرن ميونخ اكيد، لا نقاش في ذلك يعني. اوكي. بس فريد ليه حق، كل الحق في هو اللي بيقولوا على هانز فليك. انا بس عايز اقول حاجتين. انا قبل ما اقطع معلش بس قول. والله عشان ابقى ريحت لا، نفسي، عشان قول، الحته دي قول، قول. بتاكلني. ليه برضو قلقان منه يا جدعان؟ اللي اتفرج على ماتش ليفانتي اللي انا رجعت فيه 3-2 حلو قوي. انا كنت هبدأ انا بلعب كلامي من فرقه، والله. بلعب فرقه مع احترامي الكامل ليها، دي لسه صاعده اول امبارح يعني. صعد اول امبارح بجد يعني، هو ده تاني ماتش ليهم. ده لسه صاعده اول امبارح، ده وطالعين ايه ده؟ من فرقه سكويدا. فرقه هتلاقيها مهزوزه يعني. وانا داخل العب بالعكس، برشلونه، انا من رايي الفرقه اللي معلش لسه بس. طالعه دي هتبقى فرقه استنى بس. يعني عندها حماس وعايزه وانا تثبت بلعب نفسها. برشلونه اللي السنه اللي فاتت شفت نسختها، الفرقه اللي بتيجي على سكتها باكلها بدمرها. برشلونه نسخه السنه اللي فاتت، هات لي اي فرقه تعالى دوس على وشك سكه. فليفانتي طبعا لسه طالع وبلاعب برشلونه ومهزوز وبتاع كده. ليفانتي اثبتت للعالم كله حاجه واحده، او كشفت برشلونه للعالم في حاجه واحده بس: العب ب5 دفاع، خلي عندك مرتدات كويسه، هتكسر الاوفسايد تراب وهتجيب اجوان في فليك وتقدر تكسب الماتش. لولا ان طبعا فرق الخبرات هو اللي بيغشش كده خلى الفرقه الثانيه هو فريق. بيغش. ما لا، لا، هي بس الفرق والله العظيم التانية هي كلها كده، اتفرجت هي مش على- محتاجه افتكاسه. الفرق التانية العب كلها ب5 اتفرجت على- دفاع زي ما حصل مع ليفانتي، ما عملت مع برشلونه. اكتبوا يا جماعه مع فريد، ارمي بصوا خدوا دي، ده هي دي يا جدعان اللي عايز يكسب برشلونه، وهي دي اللي خلت برشلونه تخسر من الانتر. ان الاوف سايد تراب ساعات بتبقى عند لمجرد العند. ليه الاوف سايد تراب؟ من وجهه نظري الشخصيه هي بتنجح مع فرقه هجوميه، لان انا بحجمها بانها مزنوقه في نص الملعب، انا مش عارف يبقى عندي الزياده العدديه قدام. تمام. انما فرقه اوريدي البيز بتاعها انها دفاعيه وبتلعب على الكره الطويله 100% هتتكسر، لان مستحيل يا جماعه الاربعه اللي ورا كل مره لمده 90 دقيقه احنا على نفس الخط. وده دي زي حاجة ما الكابتن وهمية. علي عبد العال هي عمل دي معايا. لا هي دي مشكلتي فعلا مع هانز فليك. لا، على قد عادة قصه ثانيه خالص. انا مشكلتي مع هانز فليك في الماتشين اللي شفتهم يعني حاجتين. رقم واحد، انت منين ضامن ان انت كل ماتش هتروح وترجع؟ يعني هو ضامن كل ماتش انا خسرت 2 بيلعب هرجع كرة 3. سريعة أنا ورايح خسرت جاي 3 رايح جاي. 4. ده رقم واحد. رقم 2، هو حب يعمل افتكاسه في تاني ماتش واعتقد انه مش هيكررها. رافينيا 10 انه لعب برافينيا 10 مع راشفورد ولامين يامال وقدام فيران عشان توريس. عايز يلعب الاربعه عشان عايز يلعب بالاجبار. الاربعه مع بعض ويضغط. كلام جميل ويحترم. اول ماتش عامه بالنسبه لي، بس عشان ما شيلوش من الموضوع، اول ماتش لبرشلونه ده مش مقياس. انت كسبان 2-0 مع طرد في اول تلت ساعه، فالماتش خلص بدري قوي. مظبوط. كون ان انت ما جبتش جوان عامه. هانز فليك طلع في المؤتمر الصحفي بعد اول ماتش وكان متضايق من اللعيبه، كان متضايق وقال مظبوط. ان انا اتخانقت مع اللعيبه، ودي العقليه اللي انا بحبها. وزعقت لهم ان ازاي ماتش من الدقيقه 20 ولا 25 انت مطرود منك واحد وكسبان 2-0 وما تجيبش 5-6، لان هي دي عقليه هانز فليك واللي اتعودنا عايز عليه. يعلي على نفسه على طول وعايز يجيب لا اكتر. هو مش بيعلي على نفسه، هي دي هو عقليه عقليته الالمان. بالظبط، ما ده- الالمان. ده انا ده ما الحافز كان اللي شغال بيديه لصالح اللعيبه ان انا على بالظبط. طول. تاني ماتش بالنسبه لي يعني زي ما فليك بيقول، انت فرقه طالعه اول ماتش، تاني ماتش ليهم في الدوري من الدوري الدرجه الثانيه، عملوا فيك كده. اما لو لعبت فرقه زي ليفربول هتعمل فيك ايه؟ اما لو لعبت فرقه عندها سرعات زي بايرن ميونخ هتعمل فيك ايه؟ كلنا اتفرجنا على هانز فليك السنه اللي فاتت، عارف يلعب على مفاتيح اللعب بتاعته وفي نفس الوقت قادر يخنق الفرقه اللي قدامه بالاوفسايد تراب. طب الاوفسايد تراب لو ما ظبطتش، طب لما انيجو مارتينيز مشي وبتلعب اروخو اللي كلنا متفقين ان هو كارثه، نقف هنا لحظه. هي هتكمل؟ الفتيات بتاعت الموسم الجديد اللي انا مش فاهم تمسكه بايريك جارسيا باك يمين، هو كوندي كان مأثر معاك في ايه؟ يا كوندي يعني دكه دي كوندي لا، طب انت أنا هقول لك عملت حاجة. دكه ليه؟ هسألك سؤال كاتشانا ورد كاتشانا، عليه. يلا. كاتشانا ورد عليها في اخر الموسم. ها. لعيبه برشلونه السنه اللي فاتت كانت بتوفر بيرفورم ولا لا؟ ومش هنشوف اللي شفناه السنه اللي فاتت السنه دي. مليار في المية. برافو عليك. انا من قبل ما ابتدي الموسم لا شكرا وانا والله. كنت بقول لكم حاجه واحده بس، او كنت شايف هي دي حاجة روح واحدة الشباب بس، بقى اللي هي إن أنا يا الاندفاع جماعة، الجميل. ان انا
مستحيل اعتمد، او انا شايف ان ليه ده اصعب موسم في تاريخ برشلونه، عشان إن رفعت الناس كلها عامله لي قيمه قوي، بالظبط. الناس كلها مركزه معايا، وانا مستحيل اطلع النسخه اللي انا طلعتها السنه اللي فاتت، مستحيل اقنع رافينيا يطلع النار من بقه زي الموسم اللي مستحيل. فات، مستحيل اتطلب من لامين يامال اللي هو عنده 18 سنه ان انت تشيل لي الفرقه على كتفك هو الراجل وتاخد لي كتر الناس خيره رايح يعني، جاي، الراجل كتر ولحد خيره دلوقتي بيعمل كتر خيره عمال يعمل واسيستاته لسه لا شغال وما تستناش من فيران توريس انه يبقى هداف الدوري لا لسه سمح منزل الله صوره يعني. مع صاحبته، انا قلبي ابتدى يقع يعني عشان انت كده هتبتدي هوب هوب تخلي- هوب كده هوب 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 كده هتبتدي تقلقنا يعني. ليفاندوفسكي طبعا عمره ما هيبقى ليفاندوفسكي السنه اللي فاتت واللي قبلها مليون في المية. مليون في المية. فيران توريس ما هوش المهاجم اللي يجيب لك دوري مع كامل انا نفسي في احترامي. مش المهاجم اللي ليفاندوفسكي يجيب لك أربع بتاع تجوان دورتموند، نفسي آه. ليفا بتاع دورتموند بتاع زمان. لا خلاص بقى فرق عامل السن خلاص خلاص انت بقى مش يعني محتاج الراجل أكتر. ادانا الراجل لو بصراحة. نزل جاب 15 جون في الدوري يبقى كتر خير الدنيا. فيران توريس ما هوش المهاجم، ما جبتش مدافع مكان انيجو مارتينيز اللي انت انت اتفرجت مشيته. على ماتش ليفانتي؟ اه طبعا. شفت الكرة اللي ضيعها فيران توريس؟ اه حسب الله ونعم بس الوكيل. هو بص خلينا فكرني متفقين فيها بفرناندو ان توريس. هم كسبوا هم كسبوا في الاخر برشلونه كسبوا في الاخر بجون. بص بقى بص عشان تعرف بس الشلل. بعد ما كانوا خسرانين 2 رجعوا 2-2 كسبوا بجون في الدقيقه كام 92 حاجة 90 92 اون جول. المدافع لعبها بدماغه في السوكه. لامين يامال هو لعبها اللي في السوكه مسقطها اللي هو التسقيطة لو بتاعته انت اللي دروبة مرعبة. لو انت دروبة في عزك مش هتحطها مش كده. هتحطها نفس الحضور. وطبعاً- مسمر. وجون مسمر. مسمر. فهو برضه في شويه حظ خدم برشلونه، والماتش الاولاني في شويه حظ بالطرد، والجون اللي الحكم كان المفروض يصفر فيه يا ويوقف جدعان الكوره بلاش بقى وكملها. الاوهام ها؟ بتاعت وفيران الراس توريس وهتقول حطها في الجون. لي بص بس هقول بس حاجه والله التحكيم عشان نحسم. الدولي. لا بص هقول حاجه عشان نحسم الجدل. يلا ريال مدريد وبرشلونه بيطبل لهم في التحكيم الاسباني بيتحسب لهم حاجات المفروض ما تتحسبش بيتحسب طب عليهم انا عايز حاجات. اسالك سؤال اللي بيتكلمنا عن بتتعدل. التحكيم لحظه واحده بس. الحكم بتاع ليفانتي اللي حسب عليها ضربه الجزاء تمام بتاعت ايد بالدي تمام بتاع مش كامافينجا. هو نفس الحكم بتاع كامافينجا. بتاع ماتش برشلونه ومدريد تشاوميني. بتاع تشاوميني طب ماشي. اللي هنا ما اتحسبتش. طب ما انا بقول اهو. ولا هي على كيف طب مدريد؟ طب ما سيبنا كمل ما كلام. هو نفس الحكم طب سيبنا كمل نفس كلام. الكوره. برشلونة هي معروفه يا وريال فريد ان مدريد. هي على طول بتبقى طب على أنا كيف بقول مدريد. بس لا لا الجولة عمار الجديدة بقى. عمار هي بصراحه معروفه ان على طول ريال مدريد عنده لا مفيش معروفه دي. معروفه مين؟ معروفة. عنده الأولوية وعنده بص بس عشان بس الكلمة نبقى في متفقين. عشان بس نبقى التحكيم. متفقين. انا لو جبت لقطات الموسم اللي فات اللي برشلونه تعدلهم فيها حاجات والله العظيم 3 ما هنخلص. ريال مدريد بيتعدلوا حاجات برشلونه بيتعدلوا حاجات حلو، شكراً. بس الخلافات اللي ما بين رئيس ريال مدريد ورئيس الرابطه اللي هو خافير تيباس اللي هي واصله يعني لحد السماء، واي واحد متابع الاخبار اللي بره الكوره او بمعنى صح الاخبار أنا اللي بره معاك. الملعب عندك مخليه مشاكل مع الحكام تيباس؟ عندهم تحف يا باشا. ريال مدريد بعد كل ماتش ريال مدريد بيعمل تقرير مدته لا عمار، تقل أنا عن مش ربع عايز ساعه مش عايز أقطعك. للحكم اللي كان بيحكم الماتش ده غلط في 1 2 3. ماشي، حلو. ده الحكم لحظة بينزل خالد، مشحون معلش. من الفرقه. باشا انت معاك انت عامل لي ان مدريد فعلا معاها عندها مشاكل مع دي تيباس لعبة 100%. وانا تيباس يعني اللي سيكولوجيكية. بيحبني ده. انا تيباس السنه اللي فاتت بيعمل كل ما هو في وسعه ان انا كل لعيب أجيبه ما اسجله، تسجلوش. كل لعيب طب يا اسجله باشا انت ثواني. تشيله لي من طب التسجيل. ثواني. يا راجل ده 3 مرات رافع عليها طب قواضي، ثواني 3 مرات عايز يصل وسجلت- تسجيل لعيبه. وسجلت اولمو السنه اللي فاتت بطريقه اغرب من الغرابه في اخر يوم، والسنه دي بعد ما تريشتجن يتصاب تمضيه على تقرير 4 شهور بدل 3 شهور ما هو عشان ده طبيعي تسجل يا عم. في اخوان انا مش جارسيا. عرفت مش يا جماعة، يعني كاتشانا يا رجاله خلينا في الملعب يا حاجات ما رجاله، تعديش. رجلينا لا، ما هي في المشكلة- الملعب. ما هي المشكله الحاجات اللي بره الملعب بتاثر هي على دي الملعب. بتأثر طبعا نفسيا الحكام على الحاجات اللي في بينزلوا- الملعب. الحكام على فكره بينزلوا اقول لك على تخيل حاجه. انت تيباس ده بني لازم آدم. يمشي من الدوري ده كده الاسباني كده أصلاً. تخيل انت بني ادم حكم في الدوري الاسباني نازل تحكم ماتش المدريد أوكي. عاملين عنك تقرير ربع ساعه ان انت حمار وما بتفهمش طيب حاجة خلاص والحكم خلي ده. مش هو عنده فطبيعي إن الأحقية. أنا انزل مشحون. مش هو عنده الأحقية انه يعمل كده وعمل كده، خلي الفرقة التانية برضو تعمل بس والملعب يحسم انا بقول لك ولا ايه؟ انا معاك، أنا بس ضد انا بقول اللي لك بس بيحصل في عشان ما الدوري يحصل، ما انت الإسباني لو ده عندك حاجة- 100% عشان هو طلعنا ان احنا اتجاملنا. قلبت خرابة. لو انت الدوري معترض الإسباني على قلبت التقرير ده خلي الفرقة المنافسة ليك تعمل نفس التقرير ونشوف هيحصل ايه في وعايز الملعب. اقول لك على حاجه، الدوري الاسباني فاهم قصدي؟ استنى لوتز اقول لك الكرة مش أقول لك بس حاجة في حلوة. الملعب، الكرة أقول ممكن لك من حاجة بره حلوة. أكيد. حاجات الدوري نفسية. أصلاً الكرة التحكيم بتتلعب بره فيه قبل جوه والله. طبعا الدوري الاسباني التحكيم فيه بلاش حاجة على الدوري المصري على فكرة. بقى يعني والله. غريب قوي. وبعدين ابتدوا يحطوا، انت شفت القانون مثلا الجديد اللي هو بتاع والله العظيم ما فاكره، كان بيقول لك ايه. بتاع هو بتاع عموما الكوره عموما اتغير فيها كذا قانون، بتاع مثلا الكابتن بس هو اللي بيتكلم. ده ده موجود في الاسباني لا والانجليزي بقول لك ايه، ولما الكابتن بيروح الكلام بياخد انذار. بياخد انذار. انت عادي. عارف القصه يعني دي هو أنا أروح ان أتكلم هو باخد دلوقتي إنذار. نزل القانون في الكوره جديد ان دلوقتي الوحيد اللي يروح يتكلم مع الحكم هو هو كابتن الكابتن. الفريق. بس ده مش في كل دوريات وفي العالم. حاله ان هو كابتن الفريق
حارس المرمى، فحارس المرمى بيوكل الفايس بتاعه، الفايس كابتن عشان هو اللي بيروح يروح يتكلم يتكلم. مع الحكم. اي حد يروح يتكلم مع الحكم عشان بس ما نستغربش الصوره دي لو شفناها، ان ياخد ممكن انذار. فجاه الحكم يتدور يديله انذار، لا ولو كمل كلام هيديله طرد. المشكله انه الكابتن بيروح وبياخد انذار عادي جدا، يعني في الدوري الاسباني عادي عادي. بيروح عادي خالص وبياخد انذار. صباح الفل. عادي كارفخال لسه في ماتش وين راح اتكلم مع الحكم قال له بقول لك طب انت هتكلمني. عمار ريال مدريد دلوقتي، ريال مدريد بدأ الموسم مع تشابي الونسو، والمشروع الجديد بتاعهم ان هم يعملوا جميل. فرقه جميله، جميل. يكسبوا مش الدوري، عايش. يكسبوا برشلونه بعد لما برشلونه بقاله 5 مرات بيكسب ريال مدريد. واحدة من شايف نفسه. اول ماتشين وطريقه لعب تشابي الونسو، المؤشرات عامله ازاي؟ بص حلو قوي What do الجملة you بتاعتك. expect؟ انت قلت مؤشرات مش اللي انا بتفرج عليه دلوقتي، يعني مؤشرات. بالظبط. يعني المؤشرات اللي بالنسبه لي من تشافي الونسو في اللي انا شفته في الماتشين انا مبسوط. واي واحد من جماهير ريال مدريد بيتفرج على ماتشين ريال مدريد ومش مبسوط، عايز اقول له ارجع يالا كده افتكر اللي كنت بتتفرج عليه من كام شهر مع انشيلوتي وانت بتعيط بدل الدموع دم، وانت مش وانت بتلعب اخير الدوري، الحكم يصفر بدايه الماتش، بس بدايه الماتش الدقيقه الثانيه كورتوا شال انفراد، بعدها ب5 دقايق كورتوا شال كرة على خط الجول. ارجع افتكر انا طالع بماتشين كلين شيت ما شفتش فيهم كورتوا. فرقه بتستحوذ وبتلعب لعب جماعي، اللعيبه عارفه ادوارها، في لعيبه في الملعب السنه اللي فاتت كانوا يا عيني بيأدوا. ثانية بس اسالك سؤال بس عشان بص نبتدي نحدد. لازم يقاطعني. لا انا لازم نبتدي يقاطعني. نحدد، انا بس عايز اشوف الكلام العظيم اللي الشعر اللي انت بتشعره ماشي. ده رايح في انهي اطار. تشكيله تشابي الونسو الماتش الاول ولا الماتش الثاني؟ ماتش هو التاني. لاعب الماتش الاول بتشكيله والماتش الثاني أيوة، بتشكيله ثانيه. مظبوط. في وجهه نظري الاصل اللي يصلح الماتش الثاني تشكيلته احسن بكتير. ماشي. بس طب ما هو الماتش الثاني انا ما ابتديتش بارنولد او ما لعبتش بارنولد ولا فينيسيوس. التشكيله اللي هو لعب بيها في الماتش الثاني، سيبك من فكره ان هو اسامي، انا بتكلم ان هو كخطه كتكتيك كتاكتكس يعني. كتاكتكس اللي هو لعب بيه في الماتش الثاني، ان كارفاخال قافل وفتح على اليمين خالص، ومش اللقطه اللي هو كان عاملها دي أيوة. دي مش بتاعه ارنولد. دي مش يعني هتعرض، دي- ده عكس ارنولد خالص. فانا عايزك انت تقول لي من وجهه نظرك انت شايفها هتمشي ازاي. طيب خلينا متفقين ان ارنولد وكارفخال باكين، طبعا بامكانيات كارفخال دلوقتي ان واحد كبر في السن ولسه راجع من صليبي وما بقاش زي الاول، فرق تاكتكس بينهم بشع وفرق خبرات بينهم بشع. طبعا. واحد حافظ، واحد نايم في الدوري الاسباني بقاله اكتر من 13 سنه، وواحد لسه واحد لسه بقاله جاي يومين طازة، في الدوري 100%. الاسباني. تمام. فاكيد في فرق خبرات بشع، ولكن زي ما فريد بيقول لو هنتكلم على فرق تاكتكس فريال مدريد لسه بيجرب. تشافي الونسو بيجرب، هو بيكسب بس هو باين قوي انه بيجرب. اول ماتش بدا بخطه وتاكتكس معينه وكانت على ارضه. ماشي. تاني ماتش بدا بخطه وبتاكتكس معينه وكان بره ارضه. اول ماتش قال لك انا بلعب على ارضي واول ماتش وعايز امتع الجماهير، انا هلعب ارنولد وهنزل فينيسيوس ومبابي وابراهيم. لقى الدنيا قامت ما قعدتش عشان خاطر رودريجو ما شمش الملعب اللي كلنا عارفين انه بنسبه 90% بره مدريد، سواء كان السنه دي او السنه الجايه، ودي طبعا. خناقه كبيره قوي. اللي هم ظلموه. تمام. ماشي يا سيدي. انا بالنسبه لي رودريجو مظلوم في مدريد، ولكن الراجل طلع وقال، وده الكلام اللي اتقال من خوسيه لويس سانشيز الصحفي في ماركا، طلع قال رودريجو قعد مع تشافي الونسو قبل ما الدوري يبدا، قبل ما السيزون يبدا، وقال له انا مش هلعب وينج يمين تاني، يا تلعبني شمال يا اما همشي من النادي. الراجل ما الراجل بقاله اكتر هل من انت 5 مع سنين. هل انت مع ان لعيب يفرض مركزه للمدرب، ولا شايف ان المدرب ليه الاحقيه 100% ان هو انت مليون تلعب في المية هنا؟ خالد، لا، لان لا، هو لأن أنا اساسه بتظلم. هو أنا اساسه بتظلم. ليفت وينج. انا يا جماعه ما جيتش افرض المدرب عنده وجهه نظر، المدرب مفيش حاجة هو اسمها اللي ليه عنده قرار بص، أصل الاول. مفيش مدرب عنده وجهة نظر. لا، في طبعا. لا في دي يعني عايز تقول مدرب ان ما عندوش فليك وجهة ممكن نظر. حد ممكن لامين يامال ممكن يروح تسمعني لفليك اكمل رايي يقول له وبعد كده يا هتلعبني جدعان هنا؟ هاجموني زي ما انتوا عايزين. الفكره ان هو ما عندوش وجهه نظر، لان انا مش بلاعب رودريجو يمين عشان انا شايفه يمين، هو بيلاعب رودريجو يمين عشان عشان في في فينيسيوس فينيسيوس شمال. بالظبط كده. الكلام ده اقول لك تحترم، وجهه نظر المدرب تحترم لو هو فعلا شايف من تلقاء نفسه ان اللعيب ده مثلا مركزه انت شايف نص انه يلعب على ملعب فينيسيوس وانا يعني؟ حاطه. ما انت بقولكش يلعب على فينيسيوس تمام، هنا، ما انت معنى كده ان بنتكلمش. هو مش هيلعب اصلا. طب يبقى ما ما لعبوش هي دي المعضلة يمين بقى. وطالب ما منه ان احنا هو دلوقتي بص، يأدي. احنا دلوقتي في معضله. رودريجو قال لك انا مش هلعب غير شمال، وفينيسيوس هو طبعا الوينج الاساسي بالنسبه لريال مدريد في ظل الخناقات والمشاكل الكتير اللي بتحصل على تجديد عقده وجاي له عرض من السعوديه ومش عارف ايه، والحوارات الكتير اللي بتحصل مع فينيسيوس دي. ولكن انا واحد بتفرج، انا مش عايز اشوف رودريجو وفينيسيوس في الملعب مع بعض. انا لو شفت رودريجو وفينيسيوس مع بعض في الملعب بالنسبه لي مش هبقى مبسوط، وهبقى عارف ان انا هرجع تاني للقرف هتبقى اللي كنت خسران بتفرج الماتش. عليه السنه اللي فاتت. انا على الناحيه الثانيه سواء كان ابراهيم اللي بالنسبه لي بيطجن من اول السنه، ابراهيم دياز، احنا رحنا جبنا ناشئ كتكوت اسمه فرانكو ماستانتونو من ريفر بليت، عنده فظيع. 18 سنه، دفعت فيه 60 مليون. حاول. باين قوي ان تشافي الونسو واثق فيه. الراجل ما اتمرنش مع الفريق غير 5-6 تمرينات،
اول ماتش نزل نص ساعه، نص ساعة، الماتش اللي فات الماتش التاني بادئ اساسي ولعب ولعب تقريبا 60 او 65 أوكي. دقيقه. ده بالنسبه لي السنه دي عادي جدا ان انا امسكه الوينج اليمين الاساسي ريال مدريد، والناحيه الثانيه نشوف بقى الخناقه تودينا على فين. وانا بقول اهو فينيسيوس لو فضل مكمل تصريح. بالعقليه بتاعته فينيسيوس لو فضل مكمل بالعقليه بتاعته دي لحد ما الموسم يخلص هنقول له مع السلامه. ارجع لورا، قلت لكم ايه؟ انا فينيسيوس شايف ان بره فينيسيوس مدريد. ايه؟ بره باي مدريد. باي. لا بره شباب، مدريد. لا، لا. بره مدريد. فرافيرو بره شباب مدريد. الصراحة. وقفل اسمع هنا. مني. شباب. ايوه اسمع مني. طب لا عمار لو هتخطف ومش كوره على فكره، انا مش بتكلم فينيسيوس كوره بره مدريد، هو بعقليته بالمشاكل بتاعته. انت مش كريستيانو رونالدو يا ولا باشا في عشان أي تعمل لي عقلية كل الكلام ده. 100%. ولا عقليه. بص الا من رحم رب، يعني في عقليات برازيليه تستحق ان انا ممكن ابذل معاه مجهود وبيتحسن ويتعدل، وفي لعيبه تانية لا هو مش تعدل. ففينيسيوس فضل مكمل بدماغه دي. عارف مع اللعيب السلامة. الوحيد اللي انا لا اعملها شايف زي إن هو كان فريد، برازيلي فريد وعقليته- عملها ازاي؟ باي باي بره. اطلع بره انا مدريد. شايف ان فينيسيوس بره مدريد. المهم انا بقول لك، عارف مين اللعيب الوحيد البرازيلي اللي انا شايف ان هو كانت عقليته مش برازيلي؟ كاكا. لا ده راجل ده محترم. الوحيد حتى اللي مش هو- شبههم حتى، الناس فاهم؟ الباقيين كلهم تحسهم، لسعوا. رونالدينيو لسع، روبينيو لسع، حتى كل طريقه اللعيبة. لعبه، طريقه نيمار لعب لسع. كاكا. نيمار لسع، رافينيا لسع، نضيف. فينيسيوس يعني لسع. طريقه لعب كاكا حتى ما كانتش ولا شبه فينيسيوس ولا شبه روبينيو ولا شبه لا، هو رونالدينيو. كان ميكس هو غريب. كان لعيب كده. مختلف. انا بس هقول حاجه اخيره في ريال مدريد، الجماهير محتاجه تصبر، محتاجه تفتكر احنا كنا بنتفرج على قرف عامل ازاي ودلوقتي بقينا عاملين ازاي. انت دلوقتي بقيت عايز من تطلع مني في ماتشين 2 تطلع من 7 ارض ل7 سما، وعايز اتفرج على امتع كوره في الدنيا. طبعا. لا استنى، مفيش اي مشكله خالص. واخر حاجه هقولها لكم، امبابي السنه دي هداف الدوري، هداف الشامبيونز ليج، وهيكسر الدنيا اكتر من السنه اللي ممكن فاتت بقى 100 نقف مرة. فريد. عند حتة؟ لا، ممكن فريد، معلش يا فريد، خالد، فريد. معلش. انا عايزك بس تركز بالثقه الزايده دي. ماشي. انت عارف ان الديكور ما فكرش يحط تيشيرت مدريد؟ بص وراك كده. مش مهتم. فاهم يعني يوم مش ما مهتم. اتحطت البرازيل وبرشلونه آخر امتع الموسم- كورتين في طب اقول لك التاريخ. حاجه، فاهم؟ اقول لك حاجه، اخر الموسم احنا نحط صوره امبابي وهو رافع البالون دور. بس ماشي مع يا التالتة عم شمال. يا- طب فريد لو هتخطف لعيب ده مين؟ اكيد بقى امبابي هو اللي هيسلمها لمين يعني. اكيد ده هتبقى قصدك. بص، الخناقة بدأت. لا لا مش أنا بقول لكم ولا ده ولا كمان ده. شهر. انا كان ده طبعا مش كمان شهر يعني. لا فريد لو هتخطف انت دلوقتي، لو انت برشلونه هتخطف لعيب من ريال مدريد دلوقتي حالا من اللي بيلعب في السكواد، هتخطف مين؟ طبيعي اخطف امبابي. لا طب مين مليون في المية غير مبابي؟ لا اخطف امبابي اللي حد بيجرب الفرقه حاجة. ناقصاه. قول 3 ماشي هقول لك على حاجه، اخطف دين هايسن. تمام. يا رب اخطف ازاي ما اديناهوش حقه ده يا جدعان؟ ده فظيع. يا فظيع، خراب فظيع. اسود. احسن مدافع بيلعب في رجله. انا رحت دفعت 60 في مليون الكوره في عيل حقيقة. عنده 18 سنه، قلت ايه الهبل ده؟ انا بصراحه ما اتفرجتش كتير في الدوري انا مش عارف الانجليزي. ازاي ده كان في بورنموث. الواد مش طبيعي يا جدعان، ده سيرد باك بيلعب بثقه راموس مرعب. بعد 20 مرعب. سنه خبره. الواد في هو فعلا تشيل جاي، هو بيعمل سيلبريشن بتاع شيل جاي، وهو تشيل جاي فعلا يا جماعه. الواد عنده ثقه اعملها لي كده. مش طبيعي. تشيل جاي له عملها لي ممكن كده. يا جماعه الثقه، والله بيلعب بثقه مستفزه قوي. انت 18 سنه وانت دلوقتي السيرد باك الاساسي في ريال مدريد. ايه يا ابني البرود ده؟ لا، إيه لا، البرود اللي بتلعب بيه لعيب- ده؟ مش أو طبيعي تشيل يعني. لعيب جاي ده مخضرم. هيجي واحد قدامه يعمل له كده. فاهم؟ هيجي قدامه يعمل له كده. دي لا يعمل بتجننه. له باي اطلع بره. دي بتجننه. ايوه. لا دين هاوسن طبعا كمل. انا بقول لك هاخد دين هاوسن وهاخد امبابي حلو. وهاخد يا راجل في واحد ما ينفعش ما تقولوش. بص لا انا اقول لك انا هاخد انتوا محتاجينه كمان. ارنولد يعني. ما اوه كنتش اقول ارنولد او هقول لك مين. يعني انا بالنسبه لي اقول لك ارنولد ليه، مع ان ارنولد مش شايف ان هو يمشي معانا، لان انا محتاج واحد دفاعي. بس في نفس الوقت ارنولد انا عندي هديله الاريحيه الهجوميه. ليه؟ ان انت الاوف سايد تراب انا كده خط الدفاع متقدم، فانا ما فيش التغطيه العكسيه الكارثيه اللي عند ارنولد. بس ارنولد بخط دفاعكم ده انتوا هتلبسوا ما 40 انا جون بقول في لك الماتش. ما انا بقول لك بس انا ليه عايزه. بس لأن هيجيبوا برضه جوان. باختلاف ان كوندي كتر بص خيره. هيخرب الدنيا قدام. بس لو اتلعب عليه وينج واحد سريع، ارنولد بيكسل. لو انا هنا والمهاجم هنا لا مش انا لسه بيكسل. هروح لك. هو انا مش دوري. هو ابتدى يعتمد. انا مش انا باك. لسه هروح انا لك. مش باك طاير، هو حد بيلعب يتصرف باك يعني. طاير. بس اقول لك كل لسه واحد هتصرف. لاسبابه ليه. امبابي طبعا انا ما خلاص ده ليفاندوفسكي نجم مش لا مش امبابي قد مش نجم. امبابي لا، اهم لعيب نجم في يا جيله. عم. امبابي اهم لعيب في جيله. اهم لعيب في جيله. واحسن لعيب في العالم. بس عشان نجم يعني. اهم لعيب في اتفضل العالم. يا فري. عشان بس نحط كل حاجه عند ولا مين حتتها. يامال ما ظهرش عندهم في لا الشاشه لا لا ولا لا ما قول اللي انت عايز تقوله. ما اتفرجتش عليه قبل كده ولا؟ مبابي اهم لعيب في العالم واحسن لعيب في العالم. اهم ايه؟ اهم وهيعمل- قيمه تسويقيه ولا هيعمل اهم ايه؟ قيمه طيب؟ تسويقيه احسن وأداء لعيب في العالم، وperformance احسن وعقلية لعيب في وكل العالم عايز محمد صلاح. بص بقى ده بيشجع ده عايز ابن بلده يوقعنا في بقى. كلام اصلا. ده عايز بيشجع يوقعنا ابن في بلده. والله العظيم صلاح بالنسبه أحسن لعيب لي في احسن. العالم. يا سيدي تاني الموضوع احسن هنا لعيب في ورا. العالم لامين يامال. وانا بقول لكم بعد ماشي لما يعني. اخد صلاح اكتر لعيب واخد احسن لعيب في البريمير ليج متفوقا مرات. على كريستيانو رونالدو. انت هنا متفوقاً بتوقعنا في غلط ليه طيب؟ لا مش بوقعك في محدش غلط، فينا ده جاب رايي. سيرة صلاح. ليه ما يا حدش عم يجيب سيره تحيا صلاح؟ مصر ده طبعا. رايي، انا بتكلم ونعم بالارقام. بالله يا انا بقى ونعم يا عم بالله. يجي اقول له مين مرة. احسن حارس، يقول لي مش هينفع ارد. اقول له محمد ليه؟ صلاح، يقول لي بيوقعنا في الغلط. على إيه؟ وبعدين أنت يا بتوقعنا في الغلط. عمار يعني مش عايز هنتكلم- يجيبك عليا، مش عارف- مش اتفضل. مش عارف نتكلم على طب صلاح. عمار سؤالي ليك،
امتى انت كده همشتني ريال مدريد كده هو زعلان مني يعني. كده عمار؟ خلاص لا ما انا مش هخليه يرد لا عليك لا الراجل دلوقتي. ما يقدرش. امتى ريال مدريد هيكسب برشلونه؟ عادي ما استبعدش الكلاسيكو الجاي، مفيش يا أي مشكله جمالك خالص. يا جمالك على الثقه بالنفس. عادي انت خالص. موافق الكلام ده؟ ما استبعدش خالص، ريال مدريد تقدم كوره عايز- عايز- هيفك الستريك 5 مرات ورا بعض، مش عارفين تكسبوه. عايز الزار ولا هيفك جد؟ العقدة. يعني الفرق بين الفرقتين دلوقتي من اول ماتشين شفتهم لا عادي نكسب برشلونه. انا حاسس ان برشلونة يكسب مدريد اللي عادي. حصل مع لا، الاهلي لا، والزمالك 50-50. لمده 10 12 سنه الزمالك ما كانش عارف يكسب طب الاهلي، ممكن حاسس ان تديني الفتره فول اللي جايه ستوب؟ تبقى كده. ممكن تديني فرصتي ارد؟ اتفضل. اشمعنى اسالك يعني؟ اتفضل يا فريد. خلاص انا بقول لك هرضى عنك. جد او هزار. لو بنتكلم في الهزار فطبعا انسى الهبل ده وانسى ان هو يكسب والوهم اللي هو بنيه ده. لو بتتكلم بجد فهو لا، هو انا اتوقع ان الكلاسيكو الجاي بتاع مدريد، تمام؟ عشان الكلاسيكو الجاي لو مش بتاع مدريد فانا ابشر مدريد بان انا هدوس على وشك الموسم كله. بص هو بس بقى لو ما في- كسبونيش في الموسم إدج. هو لما كان- فريد قصده ان في ايدج نفسي، يعني لعبه مدريد بقى بالظبط. هتحسن ان برشلونه كده بص هيكسبني. اول حاجه فدي يعني خلينا وحشة متفقين قوي. ان انت الكلاسيكو يعتبر الشهر الجاي خلاص. تمام. تمام. فانت كل ده من قبل شراسه البطولات، هتبقى لسه الشامبيونز ليج في اوله، لسه الدوري بدري عليه، لسه كذا. فاول عامل نفسي هيديني ادفانتج من هنا لاخر الموسم أيوة. سواء ليا او ليهم هو كلاسيكو. معنى كلامك انت قلت الموسم اللي فات برشلونه لعيبه الكلاسيكو برشلونه بطولة. لعيبه برشلونه مظبوط. السنه اللي فاتت كانت بتطلع نور من بقها، معنى كده ان لعيبه مدريد في الكلاسيكو الجاي هي اللي هتطلع نور من بقها. مش فكره كده، انا بوضح في ايه، ان مدريد لو عايزه تاخد بطولات اخر نفسياً الموسم محتاجين فاول الماتش ده حافز أكتر من نفسي، برشلونة. اول حافز نفسي محتاجين ان هم يكسبوا فهيطلعوا الكلاسيكو الشهر من الجاي، بقهم عشان يكسبوا. فاهم؟ لو ما كسبوش العامل النفسي هيقع عندهم. تمام. وانا في نفس الوقت بتمنى ان برشلونه تخسر، لان انا زي ما قلت لك انا شايف ان برشلونه محتاجين عندها قلم ثقه على زايده، برشلونة. تتمنى برشلونه تخسر عشان عندها عشان ثقه قلم على زايده، فانا برشلونة محتاج بس. واحده كده فوقوا، اعرفوا قيمتكم، لسه احنا ما بدري. خدناش بس كده كده بطوله هيكسب في الاخر. بس كده كده هكسب. سيبه. ملامين برضه بيوجع يعني. ماشي. لا مين ماشي. الطيب اللي هيلعب على لامين؟ تلعبوا في الرانك بقول لك عمار لا فرانك صالحته اهو. كاريراس كاريراس مكسر فيريو الدنيا. صالحتك دلوقتي اهو. كاريراس ده اللي جدع، هنايم خلاص. لامين أنت يامال أخويا. في الدكه في ماتش بنفيكا، معلش يعني. آه. انا مش مصدق ان الماتش أنا اللي أخيراً- كسبناه انت متخيل ان يا هو عم بيقول لك كسبناها، نايم أنت لامين بتلعب يامال وانا بنفيكا، هو كاسبه. انت عايز تكسب بنفيكا بصعوبه؟ ما الطبيعي تكسب بنفيكا، انما انا اخيرا بقى عندي باك شمال. يا جماعه احنا كناش عايشين، يعني اي واحد بيشجع ريال مدريد بقاله كام سنه بيلعب بفيرلان مندي وفران جارسيا، يا خرابيسو دومنال، دول مش يا جماعه، دول مش باكات يا جماعه والله العظيم. انا مش مصدق ان انا عندي باك شمال عنده عقل، عارف يعني ايه اوفرلاب، عارف يعني ايه بص امتى بص يقفل بص الملعب، الفرق امتى بقى يفتح لودز. الملعب. يعني انا حاجات عايزك مش تركز طبيعيه معايا والله. الفرق. يعني متجنن ان هو بيلعب بفران جارسيا يا ابني انا بلعبك ما زلت بكوندي وبالدي، يعني انا لا لا بالي لا 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 انا معلش. اطيب طب بكتير. يا جماعه هتستنقص من في حاجه كوندي وبالدي يا راجل، حرام عليك. دلوقتي فريد، لو يا راجل حرام حاجه عليك. بس من سنتين هو كوندي وبالدي دول بني آدمين. بالدي طالع لك من ناشئين، وكوندي جاي لك الخناقه دي طب ايه هنكاتشن ولا ايه؟ لا، قاعدين يلا رايحين نكاتشن. جايين. خلاص، أنا مش طب هرد بص عليه. فاكر السيتي، حلقه السيتي دلوقتي انا دلوقتي لابس اسود وانت لابس اسود وانت لابس اسود وما حدش فينا بيشجع حد. ومحدش فينا بيشجع فرقه لابسه اسود. مين اكتر لعيب زعلانين عليه لحد دلوقتي في اول الموسم؟ انه ما قدش مش مقدم مستويات حلوه. فيرتس. حلوه. لا ما تخضنيش. واخيرا ما تخضنيش. استاذ حلو. فريد ما تخضنيش. وكابتن عمار حلو. اتفقوا لعيب- على لعيب حاجه. كواليتي عالي قوي، ما فانا يستاهلش مش كواليتي هلاقي عالي قوي. لحظه افضل من كده ان انا انهي الحلقه. شكرا فريد، شكرا عمار. حبيبي يا لودز. ودي كانت حلقة ملخصة لكل الأحداث اللي بتحصل في دوريات العالم. اتكلمنا عن برشلونة، ريال مدريد، الأهلي، الزمالك، بريمير ليج. كاتشانا كاتشانا. اتبسطت جدا. اتبسطت أوه. بس. حبيبي يا شباب. شابول كابتن علاء عبد العال برضه. شابوه يا جماعة. ننهي بقى شابوه. الحلقه. يا كابتن علاء عبد العال.